يا هلا. احنا كدكاترة بنتخرج من كلية الطب بعد الخمس او الست او السبع سنين على ايامنا، نخلص الامتياز، يقوم التكليف جاي لنا رايحين وحدة طبية او مركز طبي، نلاقي نفسنا خبط لزق كده بقيت اسمك مدير الوحدة الصحية. واللي تابع المسلسل اللي اسمه بالطو اللي كان بيرصد الحكاية دي هيشوف ازاي ان دكتور ابن امبارح ما بينه وما بين العالم كتاب، ما يعرفش عن العالم الخارجي ده غير شوية الكتب اللي كان بيذاكر فيهم بتوع البطنة والاناتومي والفسيولوجي. مرة واحدة بقى مدير وتحتيه موظفين وحضور وغياب وهلمة. تعدي الفترة دي وبعد كده ندخل على النيابة، وبعد كده تلاقي الدكتور مننا فتح عيادة، معاه مساعدين، معاه ناس بيتعامل معاهم، معاه موردين لو هو بيشتغل في مهنة بتحتاج ان هو يورد، لو هو كان ربنا فتح عليه شوية وقدر ان هو يفتح مركز طبي او حتى مستشفى، فهو برضو على احتكاك بالإدارة. الحقيقة النقطة دي أنا دايما عندي فكرة في إنها محتاجة تتطور أكتر، محتاجة يتم تركيز الضوء عليها أكتر عندنا كمجتمع طبي وأطباء خصيصا. بالتأكيد الموضوع بيلمس دكاترة الأسنان ودكاترة العلاج الطبيعي وحتى الصيادلة، فكرة ربط الإدارة بالجزء الفني. أنت كدكتور باطنة، هل أنت محتاج فقط إنك تبقى عارف علم الباطنة ولا حاجات تانية كمان مهمة وممكن تميزك أو تخليك ما انتش مميز؟ هي النقطة دي الحقيقة اللي أنا كنت عايز أركز عليها في الحلقة بتاعت النهاردة. والحقيقة ما أنا ما لقيتش غير أخويا وصديقي العزيز عم الماركتينج الدكتور صابر هلال، علشان يكون هو ضيفي ونتكلم باستفاضة عن الموضوع اللي بيشغل بال كثير من الأطباء. أنا دكتور محمد عبد المقصود، استشاري الغدد الصماء والسكر، وده بودكاست بدون سكر. أتمنى تكون المحتوى اللي بنقدمه يعجب حضراتكم. إذا عجبكم يا ريت نعمل لايك وشير للحلقة دي لعلها تفيد كتير من زمايلنا في المجال الطبي. يلا بينا نبتدي على طول. ازيك يا دكتور صابر؟ اهلا وسهلا دكتور ازي محمد، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ نورتني ونورت بلدك، شكرا جدا لحضرتك. وانا سعيد النهارده باللقاء ده، واللي اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدم فيه محتوى يفيد كتير من زمايلنا، سواء في المجال الطبي الطب البشري او حتى الصيدله او حتى العلاج الطبيعي او حتى الاسنان ان شاء الله. بادئ زي بدء حضرتك نار على العلم، لكن يا ريت لو تقدر تدينا بريف سريع جدا عن مين هو دكتور صابر هلال. اولا طبعا بتشرف جدا ان انا النهارده اكون مع حضرتك، وبتشرف ان انا اكون ضيف البودكاست النهارده. وعايز اقول لحضرتك المحتوى بتاع حضرتك مفيد جدا، وانا من جزاك الناس الله اللي بتابع خير. المحتوى بتاع حضرتك، وان شاء الله يكون بيقدم اضافه للناس بشكل كبير جدا. يعني خليني اقول الاول، انا اسمي صابر هلال، انا خريج صيدله دفعه 2009، صيدله اسكندريه. خلصت صيدله طبعا زي اي حد بيخلص صيدله، اتوجهت على طول لشغل الميديكال ريب. اشتغلت في جي اس كي، قعدت في جي اس كي 5 سنين ميديكال ريب. بعد كده سبت السيلز، اتوجهت للماركتينج، اشتغلت في شركة دوركس لاب للأدوية في القطاع الخاص بالنيوتريسيوتيكال، وبعد كده قطاع النيوتريشن. كنت من أوائل الناس اللي اشتغلت في الحتة بتاعة السبورتس سبلمنت في مصر. وده شوية خلاني أطلع ناحية الاف ام سي جي أو الفاست موفينج كونسيومر جودز في السوق، وأشوف طريقة شغل مختلفة في الماركتينج عن الشكل الدوائي المعروف اللي هو الناس كلها بتبقى شايفاه. وده برضو أهلني شوية، وأنا في الام بي اي بتاعتي كانت المشروع التخرج بتاعي كان اسمه اف ام بي فاست موفينج فارما، ان ازاي الفارما اندستري لو هي اتعاملت بآلية الماركتنج بتاعة الفاست موفينج كونسيومر جودز، هل ده هيغير حاجة في الآلية دي ولا لا؟ والحمد لله قدرت ان انا يكون عندي تو موديلز دول مكتوبين باسمي في الفارما اندستري على الاستراتيجيك ليفل وعلى التكتيكال ما ليفل. شاء الله. ثم بعد كده زي اي حد بيحاول يستكشف، عملت ستارت اب في 2020، كانت في التك ستارت اب. التك ستارت اب لانها كانت البدايه، الحمد لله كانت بدايه كانت كويسه، بس ما قدرناش نكمل فيها.
رجعت تاني للكوربريت، بس لما جيت ارجع الكوربريت رجعت للهيلث كير اندستري. رجعت بقى لجو المستشفيات وشغل المستشفيات. رحت طبعا كنت ماسك ريجونال ماركتنج في مجموعه اندلسيه السعوديه، كنت مسؤول عن 5 مستشفيات في السعوديه. ذن بعد كده اتنقلت لمجموعه فيصليه السعوديه، كنت از ماركتنج دايركتور مسؤول عن الماركتنج كله، اذا كان الكول سنتر، الديجيتال ماركتنج، الاوفلاين ماركتنج، والسي ار ام ماركتنج. وبعد كده تاني رجعت تاني لمصر وعملت ماي اون ستارت اب لينك. هي لينك شغاله في القطاع الطبي، في الفارما، في الهيلث كير اندستري. بنقدم ما بين ماركتنج، شغل ماركتنج ايجنسي، وما بين الحاجات اللي لها علاقه بالتك في الهيلث كير والفارما اندستري. ده باختصار صابر هلال. دكتور صابر ما اشتغلش صيدلي تقليدي ولا يوم؟ اللي لا، هو اشتغلت صيدلي وفاتح صيدلية وعليها صيدلية دكتور صابر، دي مش موجودة؟ لا، اشتغلت. طبعا، لان طبعا انا كان انا من الارياف، وطبيعي جدا في الارياف عندنا اي صيدلي ما لازم يبقى ليك بترخص صيدلي. الصيدلية وانت في الكلية؟ لازم طبعا. تمام. وطبعا ده كان كمان عشان خاطر والدي الله يرحمه، كان الله هو يرحمه. عنده لازم يكون في صيدليه في البيت عندنا باسمي. فتحت بالفعل الصيدليه عندنا في 2012، وستيل لغايه دلوقتي مفتوحه وبتوبريت وعليها اسمي ستيل لغايه اليوم. لكن ما هياش مصدر الدخل الاساسي. لا لدكتور خالص، صابر. لا. ايه اللي خلى دكتور صابر، وهنا انا اقصد السؤال ده لان ده هيدخلني على موضوع الحلقة، يتجه ل مش عايز اقول انك تغيير للكارير على قد، لان حضرتك برضو اشتغلت في حاجة تخص الكارير الطبيعي برضو لأي صيدلي. الصيدلي يا بيشتغل في الفارماسيوتيكال، الشركات الأدوية، يا إما بيشتغل في الصيدلية. لكن قبل حتى النقلة الأخيرة بتاعت الهيلث كير، حضرتك اشتغلت في الفارماسيوتيكال وبطريقة مختلفة شوية. ايه السبب؟ يعني ليه ما بقيناش صيدلي تقليدي قاعد في صيدليته وبينمي فيها وبيكبر فيها؟ خليني اقول لحضرتك، والله يا دكتور، انا من سنين، يعني من وانا حتى طالب في الكليه، احنا عندنا في البيت والدي ربنا شويه على القرايه، وعندنا في البيت مكتبه كبيره، والمكتبه دي ما شاء الله فيها كتب كتير جدا. عظيم. وكان اخواتي دايما بيحاولوا كمان بعد والدي الله يرحمه ان هم ينوعوا الكتب اللي موجوده في المكتبه بتاعتنا. والدي كان ازهري، فكانت الكتب اغلبها كتب دينيه شويه. لكن اخواتي من بعده بدأوا ينوعوا الكتب اللي موجودة في المكتبة، فأنا كنت دايما بروح أقرأ الكتب اللي لها علاقة شوية بالإدارة. وكنت من الناس اللي وأنا في الكلية من وأنا صغير حاسس شوية إن أنا ميال لفكر الماركتينج وفكر الأفكار المترقعة. تمام. افتكر كويس جدا وانا في الكليه، وانا في اولى صيدله، قريت حوالي من اكتر من 5-6 كتب لها علاقه بالماركتنج. وكان في كتاب كان لسه نازل في الاداره، كان من الكتب القيمه جدا جدا جدا، قريته في الوقت ده وانا في اولى صيدله. كان اسمه طبعا جود تو جريت، اللي هو من صحيح. فعاليه العظمه طبعا. فكان بالنسبه لي الكتب دي هي شويه اللي حاولت ان هي خلتني اغير طريقه تفكيري شويه، اللي هو فكره ان الصيدلي هو بالعكس، احنا عندنا كمان ميزه في الصيدله واحنا في كليه بندرس كمان شويه لها علاقه بالحاجات اللي لها علاقه بالماليه والشغل بتاع التسويق. احنا في الصيدله من زمان عكس عند حضراتكم في الطب. صحيح. من زمان واحنا بندرس الحته بتاعه التسويق وبندرس الحته بتاعه البيع. كويس. وشركات الادويه لما كانت بتجيلنا الكليات فتعمل زي اكتيفيتيز في الكليات، الاكتيفيتيز دي كلها لها علاقه بالحاجات اللي لها علاقه بالسيلز ولها علاقه بالماركتنج. فده شويه خلانا حتى كمان نكون واحنا صغيرين شايفين فكره انك انت النهارده في حاجه تانية اسمها المانجمنت، في حاجه تانية اسمها الاداره. فده اللي خلاني شويه عندي زي ما بنقول هوس شويه، بانه لا، انا مش فكره ان انا اكون صيدلي ومقفول عليا، حاسس ان انا عندي طموح يفوق الباب بتاع الصيدليه اللي بره. صحيح. فده اللي خلاني شويه لا، دايما كان عندي فكره ان انا ازاي اطور ده. حتى جي اس كي في الوقت اللي انا كنت شغال فيه هنا ميديكال ريب في كفر الشيخ، كانوا هم برضو كان شايفين ان انا كنت بشتغل بطريقه مختلفه شويه، وقدموا لي اوفر. كان جاي لي حتى سفر في السعوديه في الوقت ده وانا كنت ميديكال ريب، قالوا لي لا اقعد، احنا هنرقيك وعايزين نرقيك. وده كانت بالنسبه لاصحابنا هنا في كفر الشيخ كانت دي جديده، ان يجي في ميديكال ريب من كفر الشيخ في شركه مالتي ناشونال تقول له لا اقعد واحنا هنرقيك يعني. فده كان الفكره، ان انا كان عندي من الاول الباشون بتاع ان انا اتحرك بطريقه مختلفه. انا حابب الحته دي، حابب حته الماركتنج، حابب حته الكرييتيف ايدياز، حابب حته المانجمنت، حابب ان انا اقرا في الموضوع، حابب ان انا اطور نفسي فيه.
وانا حتى كمان كنت ميديكال ريب، كنت من البدايه واخد طريق الكورسز، كنت وانا من اول يوم اشتغلت فيه مهم. وانا اتوجهت على طول الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، اخدت دبلومه في الماركتنج والسيلز، مهم. وبعد كده اشتغلت على نفسي اكتر، اخدت دبلومه في الديجيتال ماركتنج، بعد كده اخدت MBA، بعد كده اخدت مع PR سميث في الحته بتاعه الديجيتال استراتيجيك ديجيتال مع PR سميث في AUC، اخدت الحته بتاعه الديجيتال. فالحته بتاعه الديفلوبمنت بتاعه الاداره هي حسيت ان هي جزء من تكويني يعني، فهو ده كان السبب. بعدها رحنا هيلث كير اندستري. بالظبط. تعاملنا مع الدكاترة البشريين بقى بالظبط عن طبعا. قرب بطريقه مختلفه. وبطريقة مختلفة. بالظبط. غير ان انا مندوب بروح للدكتور في عيادته وبقول له انا عايزك تكتب الدواء الفلاني. بالظبط. والتعامل مع الدكاترة ده قربك من المجتمع بتاع الأطباء البشريين بشكل مور كلوز. والنقطة اللي كنت بتكلم معاك فيها في أحد جلساتنا اللي أنا كنت بلاحظها واللي كتير مش بينكروها، هو أن الدكتور البشري من أصعب الشخصيات التي تدار خارج نطاق الكتاب. صعب قوي إقناعه بأنه هو ينفست أو يستثمر في مشروع طبي معين. صعب قوي انك تقنعه انه هو محتاج يطور من بعض الادوات اللي عنده اداريا. صعب قوي انك تقنعه انه يتعلم ماركتينج. هل انت متفق معايا في ده؟ وتجاربك في الامور دي اخبارها ايه؟ هو طبيعي كلام حضرتك مظبوط جدا يعني. الدكاتره فعلا من شغلنا معاهم صعبين جدا، وده مش من شغلنا بس. حتى حضرتك لما ترجع للهيستوري، لما نبص على الهيستوري بتاع الاطباء والتعامل بتاع الاطباء مع الاداره، لقينا ان الكتب كمان قالت لنا الموضوع ده. الموضوع ده لما تيجي تبص عليه حضرتك من فوق هتلاقي ليه سببين اساسيين. السببين دول هم لما الناس بتدور على الموضوع ليه الدكاتره شويه صعب ان هو توجهه ان هو يروح ناحيه الاداره. لقوا ان السبب الاول طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالظبط في المقدمه بتاعه الحلقه، الدكاتره طول عمرهم شاطرين، هم شايفين انا طول عمري شاطر، انا الاول على المدرسه بتاعتي في ابتدائي واعدادي وثانوي ثم الجامعه. فده بيدي للدكتور شويه نوعا ما من الثقه في النفس ان هو عارف كل حاجه. صح. زي بالظبط الكوميكس بتاعت السوشيال ميديا، المهندس احنا دايما بنتريق على المهندسين، هم مهندسين عارفين كل حاجه. فدايما يقول لك المجتمع مقسوم مهندسين واطباء، الاطباء برضو نفس القصه، هم عندهم الحته. حتى دي عندنا في الجزء في الاداره بنسميه حاجه اسمها بروفيشنال ناريسيزم، يعني اللي هو فكره ان انا عندي ان انا شايف نفسي بروفيشنال انف ان حد يجي يتكلم معايا في حاجه زي كده. تمام. انا فاهم انا فاهم كويس قوي اللي انا بعمله. فده الجزء الاولاني، الجزء اللي ليه علاقه بيه ان الاطباء هم اصلا بيلت ان شايف نفسه شاطر وشايف نفسه متفوق، فبالتالي انا اقدر اعمل دي. النقطه الثانيه اللي بتخلي الاطباء يخلونا دايما بيتعبونا شويه في الحته بتاعه الاداره، ان هو بيتعامل الاصل في الطب هو علم يقيني، يعني evidence based medicine. مظبوط. النهارده انا عندي الكتب بتقول، وعندي المراجع بتقول، وعندي اللي انا جربته بايدي مع البيشنت بتاعي بيقول. العكس بقى الاداره مش كده، العكس. اذا كان الطب حاجه يقينيه، الاداره هي حاجه احتماليه. علوم انسانيه في الاساس قايمه على التغير المستمر جدا, جداً. فهي حاجه احتمالات. احتمالات دي مبنيه على تغيرات كتير جدا. اول حاجه مبنيه على تغيرات اسمه سلوك المستهلك وسلوك المريض اللي حضرتك بتتعامل معاه. تمام. انا بتعامل في الاخر مع بيشنت، مع مريض. المريض ده سلوكه بيتغير كل شويه، فبالتالي ده ما ينفعش فيها الايفيدنس بيزد ميديسن، ما ينفعش فيها حاجه زي كده. النقطه الثانيه المهمه اللي عندي ان هي فكره ان انا عندي السوق، انا شغال في سوق، والسوق ليه متغيرات وله معطيات، المعطيات دي بتتغير. فكل يوم التغيير ده لما بيحصل بيرفلكت علينا احنا في الاداره، ان انا اغير طريقه تفكيري واغير اتخاذ قراراتي واغير طريقه شغلي. والدكاتره شويه مش واخدين على ده، واخد على فكره لا انا عندي 1 + 1 = 2، لان هي مصفوفه كيميائيه كده، انا بجرب دي باخد دي خلاص. لكن الاداره ما هيش كده خالص. طيب دي الاسباب، وكده بقينا فاهمين ليه الدكتور عنده نوع من انواع الريزيستنس ل مش عايزين نقول التعلم، ولكن على الاقل التعامل بالزبط. مع من ممكن ان يفيده في المجال الاداري بكل تنويعاته بقى، سواء التسويق، سواء المانجمنت، سواء حتى بعض التخصصات اللي ممكن بيتعرض لها داخل لما يبقى مسؤول عن مستشفى، زي أقسام الHR والماليات والحسابات وخلافه. لكن أنا عايز أقول النهاردة
عايز اخد من دكتور صابر روشتة لدكتور لسه متخرج النهارده ولسه بيبتدي حياته، وبيقول يا هادي وانا لسه هحضر الماجستير او الزمالة بتاعتي في التخصص اللي انا اخترته، ومطحون وطالع عيني علشان ابدا اعلم نفسي في الجزء الفني بتاعي، سواء بقى في الاقسام الباطنية او الجراحية او اي سب سبيشاليتي. انت تنصح الدكتور ده اللي هو يمكن يعني الدنيا جاية عليه قوي، ان هو في وسط هذا الزحام يتعلم علوم إدارية كمان، ولا يعمل ايه؟ اكيد طبعا يا دكتور محمد، لو احنا بنتكلم على الاطباء فاكيد طبعا مهم جدا ان الاطباء يدرسوا البيزنس، ومهم جدا انه يتعلم بيزنس ويفهم البيزنس بشكل كويس جدا. بس هو السؤال ليه هو الدكتور محتاج ده؟ خلينا اقول لحضرتك الاول ان في اشكاليه في السوق، ان في بعض الاطباء لما بنيجي نقول لهم، او بعض حتى العامه من الناس، لما بتسمع كلمه طب جنبها بيزنس بيجي على طول قصاده كلمه تجاره، بتخض. بيقول لك انتوا هتحولوا الطب لتجاره. لا، هو ما ملوش علاقه خالص. هو الطب مهنه ساميه، مهنه ساميه جدا يعني. فهو الفكره ان هي دي الكلمه اللي عامله عند الناس شويه رعب شويه. فكره ان لما بيجي كلمه البيزنس جنب الطب، الناس على طول بتفهم فكره ان هو لا، ده انتوا كده هتتاجروا فينا وهتحولوها لتجاره، وانت الكشف بتاعك هيبقى بكام بقى بكام خالص. الفكره كلها فكره ان المريض محتاج ان الدكتور يكون متعلم اداره قبل الدكتور نفسه. مظبوط. طيب خلينا اقول لحضرتك، يعني لو جينا كده نقول ايه، انا كطبيب النهارده، خلينا اقول انا كطبيب فاهم، انا طبيب شاطر، عندي العياده بتاعتي قويه جدا، وعندي المرضى بيجوها بشكل كبير جدا. تمام. انا والدي الله يرحمه كان لما بيتعب كنا بنروح لاستاذ دكتور في جامعه المنصوره نكشف عليه، كنا بنروح اذان الفجر وبنبقى قاعدين بره. طيب السؤال هو ده مش مانجمنت؟ طيب هو احنا محتاجين نمانج ايه عند الدكتور؟ الدكتور عنده موارد محدوده اسمها جهد، وقت، مال، الحاجه المهمه جدا بالنسبه له، ثم الحاجه الاخيره هي التيم اللي معاه والبيشنت اللي بيجي. مظبوط. فهم دول 4 موارد لازم الدكتور يعرف ويتعلم ان هو يديرهم بشكل كويس جدا. مظبوط. فنرجع للدكتور اللي احنا كنا بنضرب بيه المثال، الاستاذ الجامعه اللي احنا كنا بنروح له بعد الفجر، وانا بقعد في الشارع عشان خاطر اقدر ادخل له بوالدي. السؤال فين الاوبريشن اكسلنس هنا؟ ما ده اوبريشن. فحضرتك النهارده كطبيب لو ما اتعلمتش ازاي تدير الاوبريشن بتاعتك، يبقى انت النهارده مش متعلم انك انت تخدم مريضك بشكل كويس. صحيح. فدي النقطه الاولانيه، نقطه الاوبريشن. طيب النقطه الثانيه المهمه جدا، في قاعده بتقول ان الدكاتره فاهمه ان الاوبريشن بيبدا لما المريض يبقى قدامي في الاوضه. لا، الاوبريشن بتبدا من رنه المريض على الدكتور، من اول الرنه، من اول حجز. ده الاوبريشن بتبدا من اول هنا. ان انا ازاي النهارده اسهل على المريض بتاعه حجزه، ازاي اسهل على المريض بتاعه ان هو ياخد الخدمه بتاعته عندي، ازاي لما يجي يلاقي العياده بتاعتي نظيفه ومرتبه ومنظمه، ازاي هو ميعاده الساعه 3 يجي يدخل الساعه 3 بالظبط، ازاي هو النهارده التيم اللي هيقابله يكون التيم ده شويه مبسوط وبيقابله هو في زي ما بنقول عندنا في الاداره اللي احنا بنسميه فكره ان الناس في ترحاب، وفي اللي احنا بنسميه ساتسفاكشن، المريض يجي البيشنت ساتسفاكشن او البيشنت اكسبيرينس بتاعت المريض بتاعته تبقى حاجه بالنسبه لنا كويسه. فدي النقطه الاولى. طيب النقطه الثانيه، فكده احنا قلنا الدكتور محتاج ان هو يتعلم اوبريشن ويفهم اوبريشن بشكل كويس جدا عشان عيادته. النقطه الثانيه، وهنا ده عشان يرفلكت على المريض. النقطه الثانيه المهمه، خلينا في نفس الدكتور المشغول اللي هو عنده ريت. الدكتور ده دلوقتي لما بقى عنده ريت كبير كده، بدا يبقى عنده شويه فاينانشال ستابيليتي، بدا يبقى معاه فلوس، في دخل بيدخل له كل يوم. طبعا. نيجي هنا للنقطه الثانيه، إدارة الفلوس بتاعت الدكتور اللي هو المال بتاعه. وهنا فكرة إدارة الفلوس، الأطباء دايما بيلجأوا في الاستثمار للحاجة الأمنة، روح عقارات، روح أراضي. صحيح. محدش بيفكر أو يتنصب عليه. ده كتير. ده كتير جدا. لكن محدش بيفكر في فكرة إن هاو تو اكسباند. أنا النهاردة عملت بيزنس موديل ناجح على شكل العيادة بتاعتي أو على شكل الشغل بتاعي اللي أنا شاطر فيه، ازاي اكسباند ده في الشغل، انفست في الحاجه اللي بعرفها اكتر، وابدا احط فيها فلوس اكتر فتكبر. وده الموديل ده ممكن شويه الاطباء في السعوديه عاملينه. لما تيجي تبص المستشفيات الكبيره في الخليج، هي اصحابها اصلا اطباء، زي اندلسيه هو صاحبها دكتور حازم زازو، دكتور اسنان. عيله البترجي في السعوديه السعودي الالماني. فهي في الاصل هي نجاح حد من المنظومه في القطاع الطبي، ثم بدات الاستثمارات تتوالى سكيلينج واحده بواحده. فدي النقطه الثانيه، ازاي ان الدكتور يقدر يدير موارده الماليه بحكمه، على شكل ان انا اخد الفلوس اللي بتجيلي دي اطور فيها في عيادتي،
يا اما ااد كيبكس جديد في العياده زي جهاز جديد في العياده، او ان انا اضيف خدمه جديده في العياده، او ان انا اهيئ العياده نفسيا للمريض، فده تمام. استثمار جوه العياده. تمام. او ان انا اتوسع بقى. انا طيب احنا النهارده كده قلنا الاوبريشن، الاوبريشن قلنا ازاي هعمل مانجمنت للجزء الفاينانس او بالظبط. الجزء المالي بالظبط. لو انا وصلت لمرحله من الاستقرار المالي. بالظبط. ايه تاني؟ الحاجة التالتة المهمة جدا بقى هي فكرة ايه؟ خلينا النهاردة في نفس الطبيب الشاطر اللي كان عايز خلاص انا عايز انا فاهم ادارة كويس، مهم. عملت اوبريشن مانجمنت كويس، عملت فاينانشال ليترسي كويس، فانا عايز بقى ابدا اروح النقطة التانية اتوسع. مهم. توسع ده نيجي نقول بقى هل حضرتك فاهم ماركتنج عشان تبدا تاخد التوسع الكبير ده مهم. وتطلع بيه وتشتغل ماركتنج؟ مهم. الدكاترة في الحالة دي بيكون قدامه اكتر من سيناريو. مهم. السيناريو الاول يقول لك انا اعملها بنفسي، ما انا شاطر، احنا اتفقنا من شويه ان الدكتور تمام. شاطر، تمام. فهو بيعرف يعمل كل حاجه، مم. فانا اقدر اعمل ده بايدي واشتغل ماركتنج. طب حضرتك فاهم ماركتنج كويس عشان تشتغل ماركتنج كويس؟ دي النقطه الاولانيه، انت حضرتك لازم تتعلم ماركتنج، مهم. او على الاقل تفهم ايه هي قواعد الماركتنج اللي تقدر تتحرك بيه. طب بوستين 3 على الفيسبوك بالظبط. دكتور صابر وزي بس هو ده مش الماركتنج. تمام. يعني هو ده مش تأكيد. الماركتنج، تأكيد. ده اسمه يعني انا جزء من الماركتنج اسمه سوشيال ميديا، ان انا مظبوط. بعمل بوستس. مظبوط. نيجي للنقطه الثانيه، انا قدامي حل تاني ان انا اطلع جزء التسويق بتاعي لايجنسي مم. هي اللي تتولاه. مم. ويجي هنا السؤال الثاني، هل حضرتك عارف ازاي تكنترول الايجنسي دي وتطلع منهم شغل؟ لان هو ده نقطه مهمه جدا، والا حضرتك هتكون بتهلك فلوسك على الفاضي او تتخانق معاه. او تتخانق معاهم. تمام. النقطه الثالثه بقى هي فكره لا انا هعمل دي ولا دي، انا هجيب تيم ماركتنج عينه عندي. مم. طيب ازاي بقى توصل معاهم لفكره اللي احنا بنسميها البرودكتيفيتي والافشنسي، انك تطلع منهم افضل نتائج بتيم الماركتنج اللي شغال مع حضرتك؟ مهم. فده الحاجه الثالثه اللي انا نصيحتي للدكتور ان هو يبدا يبص على الماركتنج، يبص يفهم جزء من الماركتنج ان هو ازاي يسوق لنفسه، وازاي هو كدكتور بشري يبقى فاهم ازاي بيقيم اداء تيم الماركتنج عنده مم. او حتى الايجنسي اللي هو بيشتغل معاه. طيب انا بس عايز منساش ان انا سؤالي، انا كنت بتكلم على لسه الكتكوت الدكتور الصغنون اللي لسه طالع ده، جميل. واللي هو اصلا منشغل جدا بدراسته الاكاديميه الطبيه، جميل. واللي اصلا لسه معهوش ولا مليه. جميل. ده يعمل ايه؟ يعني حضرتك عشان يعرف الاصول بتاعه الجزء الفاينانس والجزء الماركتنج والجزء الاوبريشن، يروح بقى زي ما حضرتك عملت كده ياخد MBA في الاكاديميه ولا في الجامعه الامريكيه، ولا يعمل ايه؟ طيب هقول ولا يكفيه فقط الاصول والمبادئ العامه؟ طيب خليني اقول لحضرتك حاجه. هو دلوقتي الدكتور الصغير اللي لسه بادئ ده عشان خاطر هو يقول انا فاهم اداره شويه، قدامه اكتر من حاجه. هو الفكره هنا يا دكتور محمد هي فكره الافورت، المجهود. هو هيحتاج ان هو يبذل مجهود شويه خارج النطاق الطبي. تمام. فالمجهود ده هيكون عباره عن اكتر من حاجه. الحاجه الاولى طبعا ان حضرتك تقرا الاول عن النهارده النماذج الناجحه في الهيلث كير مانجمنت، والناس اللي نجحت في الحته دي نجحت ازاي، عشان حتى حضرتك تستلهم رؤيتك انت وتحط رؤيتك انت الخاصه. ثم الامر الثاني ان حضرتك تبدا ادرس مش بنقول MBA، بس على الاقل ادرس حاجه لها علاقه بالهيلث كير مانجمنت في اي مكان من الاماكن المحترمه اللي بتدي الحته دي. تمام. الامر الثالث، دلوقتي مصر بقى فيها كتير جدا من المؤتمرات اللي بتتكلم في الاداره وخاصه في المجال الطبي. يعني انا حضرت السنه اللي فاتت كان في مؤتمرات قويه جدا، هو مؤتمر سنوي بيتم، والمؤتمر ده رائع جدا، هو بيتكلم في الهيلث ايكونومكس للاطباء، والحضور كلهم اطباء. فعايز اقول لحضرتك هو بيقدم وجبه دسمه جدا من جوانب الاداره المختلفه، ان هو بيغطي الاطباء فكره النهارده ان انت لو بتدير منظومتك الطبيه بكفاءه تديرها ازاي. فعشان كده ده جزء من الاساس. يعني اللي عايز تقوله حضرتك ان اللي عايز هيلاقي مجهود. هي عايزه مجهود، وانك بتبني لنفسك كارير بالظبط انت اخترته، وانك انت تكون دكتور. فاحنا بس بنقول انك انت ادواتك مش بس انك تكون دكتور شاطر في مجالك، لكن كمان محتاج بعض الادوات التانية اللي تخليك تقدر تكمل وتسكيل وتبقى قادر توصل لمرحلة من الاستقرار المالي وتوفر سنين ممكن تكون هتضيعها في بداية حياتك. بالظبط كده. تمام كده. خلينا برضو اقول هنا نقطة بسيطة جدا. من افضل المودلز في العالم اللي اتعملت فيها كده هي مايو كلينيك. مايو كلينيك لما بيجوا يضربوا بها المثل بيقول لك مايو كلينيك ما نجحتش عشان هي عندها الاطباء العباقرة، هي نجحت عشان عملت النظام الاداري بتاعها اللي بيسموه ذا موديل كير او ذا موديل اوف كير. تمام. هو ده النظام الاداري اللي نجح مايو كلينيك، خلاها مايو كلينيك في العالم كله.
وكان النظام الاداري بتاعها اللي هو ذا موديل اوف كير ده مبني على حاجتين: البيشنت كير، الانفايرمنت او الكالتشر. فده اللي خلينا بنقول اطباء انت حضرتك قيمه كبيره، مش بس قيمه، ده انت اسيت، اصل من الاصول الكبيره اللي لو تم استغلالها بصوره جيده هتطلع وتنجح وتعمل نجاحات كبيره جدا. تمام. واحده من الاسيتس المهمه دي انك تقدر تدير حضرتك انت، تدير اصلك انت كاصل من الاصول، لان ده اهم اصل من الاصول هو حضرتك كدكتور، ثم العياده بتاعتك اللي احنا بنسميها الاول وحده اداريه في حياتك. عشان كده دايما بنقول حتى لو حضرتك دكتور صغير انت رئيس مجلس اداره عيادتك. طبعا طبعا. هي دي النقطه، طبعا نقطه من اول السطر. السؤال بقى حضرتك انت بقيت، يعني احنا دايما بنقول ايه، الفاميلي بيزنس لما بيبقى حد من الجيل الجديد لسه طالع بيطلع يلاقي فيه حاجه كبيره جدا موجوده هو بيعلموه جواه. بس للاسف حضرتك كدكتور انت قدرك ان انت اول ما طلعت بقيت رئيس مجلس اداره. مظبوط. فلازم حضرتك تطلع فيا تبقى وان مان شو بالظبط، يا تقدر تثقل نفسك ببعض المهارات، يا اما انك انت تعتمد بقى لو انت متاح ليك على انك انت بس تكون مقدر ده طبعا. لانك بدون فهم لاهميه المانجمنت واهميه الفاينانس واهميه الماركتينج والعلوم دي، انت مش هتبقى فاهم ان احتياجك للشخص اللي هيمنتور ليك الامور دي احتياج مهم، وهتستخسر فيه الفلوس او هتستخسر انك انت تدفع في كونسلتيشن معينه اداريه ممكن هتكون هتنظم حياتك بشكل معين. بالظبط. انا عايز اقول ان الدكاتره عندنا في مصر لهم يعني كذا كاتيجوري، وانا هنا مش بتكلم على كاتيجوري التخصص، ولكن على مستوى الشغل، على مستوى الطب كبزنس. وبرضو مش عايز كلمة البزنس ترتبط في أذهان اللي بيسمعونا على إن هي حاجة سيئة، لأن أي شغل في النهاية في مقابل مالي فهو بزنس. بالظبط. إزاي أنت بس هتديره. فعايز أقول إن الدكاترة دي ممكن يكون منهم الدكتور اللي لسه مش مشهور ومش شاطر، فده بالتأكيد بنقول له خليك شاطر. أنا هنا بتكلم طبيا قبل ما نقول أنت لازم تكون مشهور، لازم تكون شاطر الأول علشان تبقى يعني على الأقل بتتقي الله في الناس اللي أنت هتقدم لهم الخدمة دي. فده أمر مفروغ منه. قبل ما نفكر إزاي هيكون مشهور لازم هيكون شاطر بالتأكيد. أكيد طبعا. تمام جدا. طيب لو هو مش شاطر وبقى مشهور بوسائل مختلفة من الماركتينج و ده حضرتك لو انت جاي لي من المستقبل بقى تقول لي ايه للدكتور ده؟ دكتور لسه مش كواليفايد بالشكل الكافي، ولكنه قدر عن طريق اي مسار من المسارات، على السوشيال ميديا، على الماركتينج، او حتى على رأي اللي بيقول لسانه حلو مع الناس، وقدر ان هو يكون دكتور مشهور في بلده، مشهور في المنطقة بتاعته، لكنه لسه مش شاطر، لسه مش متمكن قوي من ادواته الطبية. ده لو انت جاي لي من المستقبل هتقول له ايه؟ طيب هو طبيعة الدكتور ده انا هقول له حاجتين هم ما لهمش تالت. الحاجة الأولانية إن أنت النهاردة الكور بتاعك، إحنا دايما عندنا في كتاب كامل اسمه job to be done. يعني أنا النهاردة وظيفتي إيه، أو المنتج، لو أنا بشتري منتج معين فبقول المنتج ده الوظيفة الأساسية بتاعته هو هيعمل إيه، أو الكونسيومر أو الكاستمر هيجي يشتري ليه. فحضرتك كدكتور الوظيفة الأساسية بتاعتك إنك دكتور. تمام. فده الجوب تو بي دان بتاعت حضرتك. أنت مزبوط. لازم تبقى شاطر في الطب، ثم كل حاجه هتترتب على دي، يعني بعد كل حاجه ترتب بعد فكره انك تبقى شاطر في الطب. مظبوط. فلو حضرتك في البدايه مش شاطر في الطب فانت محتاج تروح تشتغل على نفسك في دي الاول. تمام جدا. لو احنا اتكلمنا في النص الاول ده، فده كان النص الاول من الجمله، ان هو طبيب مش شاطر لكنه مشهور. نيجي بقى النقطه الثانيه، لو انا جاي له من المستقبل بقول له لو انت مشهور انت عملت جزء كبير جدا من الحكايه بتاعت الاطباء، لان مش كل الاطباء شاطرين في الحته دي، ودي بالنسبه لك فرصة قوية جدا انك تبني عليه. لا حضرتك كده انت هتاخدني بقى لسؤالي، وده سؤالي بقى اللي انا عايز اقول. اذا كنا اتكلمنا عن الدكتور الاول اللي هو مش شاطر بس ربنا اكرمه بشوية شهرة، فانا عندي دكتور تاني شاطر ومتميز ومشهور وبقت عيادته الناس واقفة على السلم. بالظبط. وعنده زحام شديد وبيعاني اصلا من ان هو الزحمة دي بتخليه مش قادر يشوف ولاده، مش قادر يتعامل مع الناس بالشكل اللي هو يليق، بيعاني من خناقات مستمرة مع المرضى ومع أهلهم،
بيعاني من ويتنج ليست بشكل مستمر، سواء هو شايف ان هو دلوقتي بيعاني او مبسوط وسرقاه السكينه زي ما بيقولوا، وحاسس ان طالما الدنيا زحمه يبقى انا كده شغال. الراجل ده، الدكتور ده، حضرتك تقول له ايه؟ طيب خلينا اقول لحضرتك حاجه يا دكتور. هنا احنا عندنا دايما الاطباء شويه مع الشهره بيكون شويه عامل زي الممثلين. ايوه. يعني ايه عامل زي الممثلين؟ الممثل دايما بيبقى عنده كده في الخلفيه فكره ان انا دلوقتي انا موجود، بعد شويه المنتجين مش هيطلبوني، بعد شويه انا مش هنطلب في ان انا اروح افلام واروح ويجي لي شغل. فدايما الدكتور برضه هو بيبقى غالب على ظن بالظبط، عنده هو بيك شايف استغلها، البيك بتاعته استغلها. فهو بيجري باقصى سرعه على التراك عشان البيك بتاعته دي تفضل موجوده. عشان كده احنا دايما بنقول للطبيب في الحته دي الورك لايف بالانس، انت النهارده محتاج تبص لدي وما تخافش، طالما انت وصلت للحته دي شطارتك انك تحافظ عليها. ان ازاي الدكتور ده يحول عيادته من انها تكون سباق 100 متر بيك بتقعد لها 5 6 7 10 سنين الى انها تكون ماراثون طويل. بالظبط. بيحصل لها سكيلينج، بتزيد بالظبط، وهو ما يبقاش منهك. تمام. عشان كده بقول لحضرتك دي الجزء الثاني بقى، ان هو انا لو دكتور شاطر ووصلت للمرحله دي، دايما بننصح الدكاتره في الحته دي ازاي تحول الموضوع ده بقى يكون انستتيوشن او يكون اورجانيزيشن. ان انت النهارده تطلع من كونك الحاجه المعتمده عليك انت كشخص لسيستم بيدور حتى حضرتك مش موجود فيه. تمام. زي ما كنت اتكلمت برضو مع حضرتك مره قبل كده، وكنت ذكرت مثال بدكتور مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب دلوقتي هو عمل بيرسونال براندنج مرعب لنفسه، وطبعا هو يستحق ده لانه عنده فاليو كبيره جدا طبعا. فبالتالي هو حول ده لمنظومه. هو الشاطر المشهور، الشاطر ومشهور اكتر من جدا كده. وعشان هو يتكون يبقى زي ما حضرتك قلت يلعب ماراثون طويل. أيوة. عملوا ايه؟ عمل اورجانيزيشن كامله، فاونديشن كامله بنسميها انستتيوشنال فيجن. هو بقى عنده رؤيه مؤسسيه كبيره ان بقت في مؤسسه اسمها مؤسسه مجدي يعقوب. كل اللي بيروح حتى هو لو ما قابلش مجدي يعقوب بس هو واثق انه هياخد نفس الخدمه لو كان دكتور مجدي يعقوب هو اللي قاعد قدامه بياخدها. فدي سامحني دكتور صابر، عشان اللي بيسمعنا برضه هيقول ما انا مش مجدي يعقوب، ولا انا في بقي معلقه ذهب، ولا انا معايا برضو الفلوس الكتيره قوي دي، ولا انا الدوله هتدعمني وتديني المساحه ان انا اعمل فاونديشن كبيره بالشكل ده. هل ممكن ان انا اخد هذا المثال الكبير وانزل بيه شويه، وحضرتك تديني مثال واقعي من عياداتنا ازاي الدكتور الشاطر ده بقى يحول ده؟ يعني لو هناخدها كده وهنستقطع من وقتك وعايز ايه، وكأنها النهارده تدريب عملي لدكتور شاطر موجود في عيادته وعايز يدير الامر ده بشكل ما يخليهوش منهك ويخلي استمرارية العيادة دي تطول اطول فترة ممكن. جميل جدا. يعني خليني اقول لحضرتك دلوقتي في دكاترة كتيرة جدا احنا بنقابلها في مصر، الدكتور دايما بيبدأ بعيادة صغيرة، هو شاطر جدا. ايوه. بيبدأ في بعيادة صغيرة وكمان ممكن تكون في منطقة شعبية. تمام. العيادة دي هو بيهتم جدا بان هو المريض اللي يجي يخدمه خدمة كويسة جدا، فالمريض بيطلع اللي احنا بنقول الورد اوف ماوث، بيطلع المريض يتكلم عنه بشكل كويس جدا، فيبدا ريت العياده بيزيد ويبدا الفلو بتاع العياده بيزيد. تمام. بعد شويه بيبدا الطبيب ده يتحرك من العياده الصغيره دي، نسميه بيفتح مركز. مظبوط. بدا يفتح مركز بفترض حتى لو هو كان في قريه صغيره، بدا يفتح مركز في المحافظه بتاعته، بدا يبقى عنده اول نواه في الاورجانيزيشن بتاعته. بدا يبقى عنده مركز، المركز ده بدات الناس تجي له. مظبوط. شويه بعد المركز ده بدا يحول مركز لمستشفى، بدا يبقى عنده مستشفى فيها بدل القسم بتاعه او التخصص بتاعه بدأ يكون فيها تخصصات كتيرة جدا، وبدأ يكون في خدمات كتيرة جدا جوه المؤسسة دي. ثم بعد كده بدأت المستشفى دي بقى لها أفرع. تعال ادي لحضرتك أكتر من اكزامبل. خلينا ادي اكزامبل بأندلسية لأن ده مكان أنا اشتغلت فيه. تمام. وأنا كنت في سنة 2022 طلب مني إن احنا نأرخ للهيستوري بتاعت أندلسية من سنة 1982 من أول المؤسس دكتور زقزوق اللي هو كان المؤسس بتاع المستشفى. تمام. مستشفى أندلسية هي بدأت أصلا في الأصل عبارة عن عيادة أسنان في شارع في جدة اسمه شارع مكرون أو تمام. التحلية والمكرون. تمام. ده كان عبارة عن عيادة أسنان مالكها دكتور زقزوق، والعيادة دي كانت هو ده مصدر الدخل بتاعه. نجح دكتور زقزوق جدا في عيادة الأسنان بتاعته دي، وبقت عيادة الأسنان دي مشهورة في جدة كلها. مشهورة عشانه والمريض بيجي علشانه هو. أيوة. التحويلة بقى بتاعت إن المريض بقى بيجي وما يعرفش إن في زقزوق. صح. جات هنا الخطوة الثانية، بدأ زي ما أنا قلت لحضرتك من شوية، بدأ يكون معاه الفلوس. أيوة. اللي تمكنه إن هو يتوسع. كانت أول خطوة التوسع كانت في مستشفى في جدة اسمها مستشفى حي الجامعة بتتباع.
دخل هو اشتراها. مم. فبدأ دكتور زقزوق يتقال ان هو المالك لمستشفى حي الجامعة. هو هنا استغل موارده الماليه عشان في مجاله. بالظبط تمام. ان هو يبدأ يروح لحاجة تانية. مم. ولما دخل خد مستشفى حي الجامعة بدأ يكبر المركز الصغير اللي كان موجود ده، بدل ما كان اسمه عيادة دكتور أسنان دكتور زازول الأسنان، بدأ يبقى اسمه أندلسية دينتال سنتر. مهم. وبدأت المستشفى تتسمى أندلسية حي الجامعة. مم. هنا طلع الانستتيوشن وبدأ يبقى فيه كوربريت، بدأ المريض بدل ما كان هيجي الدكتور زقزوق بقى يجي بقى أندلسية. هيروح لأندلسية. أندلسية. هنا الدكتور اللي بيسمعني هيقول بس خد بالك، أنا المريض اللي جاي لي ده جاي لي عشان أنا محمد. أول ما هيلاقي محمد ده بقى اسمه مستشفى الأمل، ما هوش جاي. طيب خليني أقول لحضرتك، أرد عليه بيقول له إيه؟ طيب دي جزء من المشاكل اللي احنا بنعاني فيها مع الدكاترة شوية. ولو احنا جينا قلنا ايه المهارات اللي الدكاترة تاخد المهارات بتاعتها، دي واحدة منها اللي هي الاستراتيجيك ثينكينج. أيوة. لان هو واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي الدكاترة لازم، احنا دايما بنقول للدكاترة ايه، الدكتور لما بيفتح العيادة دكتور محمد بيشغله الداي تو داي اوبريشن، مهم. بيندعك في الداي تو داي اوبريشن، مظبوط. فبينسى فكرة ان انا ليه ما ببصش ل10 سنين قدام. مم. الفكره كلها دلوقتي ربنا يطول عمره كل دكتور لما العياده بتاعته بتشتغل، لو سال نفسه سؤال لو انا تعبت ايه اللي هيحصل؟ لا هو انا اسف يعني في اللفظ اللي هقوله، هو احنا متعارف علينا كده، احنا انا اسف يعني فوعليه. يعني ايه؟ احنا عامل باليوميه. انت وقفت خلاص لاي سبب طارئ، انت دخلك وقف. بالظبط. لان ما فيش حاجه تدر دخل غيرك، انت اللي بتدر الدخل لنفسك. بالظبط. انت مش موظف في اغلب الاوقات، يعني انا بتكلم برضو على العيادات الخاصه يعني. تمام. فده اللي انا قصدي اقول لحضرتك عليه، لو ان كل دكتور شاطر، الاصل في ان حضرتك لازم تبص العش ترفع. انا دايما بقول بمثلها ازاي، الاوبريشن بتخلي دايما راسك موطيه لتحت، انك بتبص كل يوم في اللي بيحصل. انا محتاج بس ترفع راسك لفوق، هو ده كل اللي احنا محتاجينه. الاستراتيجيك ثينكينج، تبص 10 خطوات قدام، تسال نفسك سؤال واي نوت، ليه لا؟ ليه انا النهارده مش انا النهارده موجود عندي عيادتي، ليه ما يكونش عندي مجموعه المستشفيات بتاعتي اللي شغاله باسمي وبتوبريت؟ طب نقول حتى المركز الأول. المركز الأول أنا بشتغل في عيادة فيها أنا بس اللي بأدي الخدمة، ممكن يبقى معايا دكتور كمان طبعا، وبعد شوية 2 طبعا، وبعد شوية مركز طبي، وبعد شوية مستشفى. يعني تقصد السكيلينج يمشي بالشكل ده؟ بالظبط. خلينا ادي لحضرتك مثال في يعني في حتة الكوزموتكس والتجميل. انشيب لما بدأ دكتور هاني بدأ بمركز، دلوقتي عندهم 28 مركز جوه مصر. تمام. وبيتوسع لبره مصر. تمام. في أمثلة كتير جدا أنا شفتها في القاهرة. بلوم عندهم بدأوا بمركز، دلوقتي بقوا 8 مراكز جوه مصر. فالفكرة كلها ان انا عندي النهارده، بس الفكرة ان مين اللي عنده الرؤية ان هو يبص 10 خطوات لقدام. هي حته الاستراتيجيك ثينكينج دي، ان انا النهارده ابص اطلع من فكره الدي تو دي اوبريشن، اخطط لنفسي انا كدكتور. انا بقول هي هنا الفكره كلها يا دكتور محمد، فكره ايه؟ انا النهارده كدكتور لازم ابص لموارد الماليه واقول انا استغلها ازاي امثل استغلال في ان هي تطلعني انا الخطوات القدامانيه دي. تمام. ومش شرط، عايز اقول لحضرتك حاجه، في دكاتره شاطره جدا في حاجه تانية، وده انا شفتها كتير جدا في القاهره، شاطرين في ان هو يبني مجموعه كلينكس بتوبريت ويبيع. يعني هو شاطر جدا في دي، شاطر في انه يعمل بيزنس حلو جدا. يقول لك ايه، احنا دايما عندنا في الكتب في كتاب اسمه خطة التسويق في صفحة واحدة. الراجل ده قال كلمة حلوة جدا، قال اي مستثمر في الدنيا لما بيدخل يستثمر، هو مش بيستثمر في شخص حضرتك بس، ومش بيستثمر في فكرتك بس، بيستثمر في حاجة اسمها 4 types of system، 4 انواع من السيستم. رقم 1 اوبريشن سيستم بيدور، رقم 2 ماركتنج سيستم بيدور، رقم 3 سيلز سيستم بيدور، رقم 4 مانجمنت سيستم بيدور من غيرك. فدول ال4 تايب اوف سيستمز اللي حضرتك لو قدرت تعملهم في عيادتك هتتوسع تلقائي بدون ما تتعب. تمام. التعب والارهاق كله بيجي منين يا دكتور محمد؟ بيجي من فكرة ان الدكتور بيعمل كل حاجة بايده، فهو ده بالنسبة له بيبقى مرهق جدا. طيب انت ده مقبول في البدايات، يعني انا عشان اوفر نفقات صحيح، فمقبول ان انا في عيادتي بعمل كل حاجه، لكن ربنا اكرمك وبقيت شخص قادر انك تجيب دخل. بالظبط. تقدر تنفست الدخل ده في نفسك بالظبط بشكل يضمن ليك الاستمراريه لفتره اطول. بالظبط كده. تمام. عشان كده دايما كان انا واحنا كنا في مركز من المراكز احنا شغالين معاهم كونسلتيشن، فبقول له دايما ايه، بقول له كلمه كده دايما، بقول له حضرتك النهارده لازم تستثمر في السيستم اللي بيتعمل تعتبره فرع من الفروع. طب ليه؟
الدكاتره بتهمل فكره الانفراستراكشر اللي يشيله. مم. فالفكره زي ما قلت لحضرتك النهارده ان هو ازاي انا لو بعمل العياده بتاعتي اكون شايف ان العياده بتاعتي الانفراستراكشر بتاعي اللي يقدر يشيلني. مم. انا النهارده كدكتور شغال لوحدي قادر ان انا مانج الموضوع كله، لازم ابدا. ودي المهاره التانية المهمه جدا والدكاتره احيانا بتفشل فيها، هي مهاره الديليجيشن، التفويض. الدكتور دايما عايز يعمل كل حاجه بايده، صحيح، قلقان. قلقان. وخد بال حضرتك، عايز اقول لك حاجه، عارف مصدر قلقه ايه؟ مصدر قلقه انه شاطر. طبعا. ويقول لك انا لو جبت حد مش عارف يعملها زي لا، هو انت لازم تديله المساحه ان هو هيغلط، بس لما يغلط قدام عيني ويوصل لمستوى انا راضي عنه ده كويس. فدي واحده من المهارات التانية اللي الدكاتره احيانا بتفشل فيها، في ان هو يديليجيت حد شاطر يشتغل، حتى على ليفل ان هو يجيب اسيستنت في عيادته في تخصصه الطبي هو بيبقى خايف. صحيح. لان هو بيقول لك لا، اصل شايل اسمي. صح. فالفكره كلها في ايه؟ فكره انا عندي النهارده، خلينا نقول عياده، العياده الصغيره دي فيها النهارده دكتور وفيها خلينا نقول الادمن بتاعه اللي بره. العياده دي بدات تكبر، بدات تدور، لازم يدخل هنا السيستم عشان يريحك. السيستم ده اللي هو ايه؟ حاجه تدير لك المنظومه داخليا فتريحك، هي تطلع لك في الاخر انت دخلت كام، كسبت كام، مصاريفك ايه، دخلك هنا ايه. تقصد السيستم على مستوى السيستم اللي على الكمبيوتر اللي بيدخل ويطلع الحالات واللي بيسجل عليه الحالات، اللي هي الميديكال ريكورد، اللي هو الميديكال ريكورد كما هو متعارف عليه، علشان خاطر يريح الطبيب شويه في ان هو ياخد جزء من المهام اللي حضرتك شايف ان ده بقى اساسي؟ اكيد طبعا، ده ماست زي ما بنقول. طبعا، لان هو في الاول في الاخر انا عندي النهارده الفكره كلها يا دكتور محمد ان المريض اللي بقى حاكم علينا ده المريض اللي بيتغير. صح. انا النهارده كنا بنشتغل زمان المريض كان هو بيستنى. احنا الصناعه بتاعتنا بتاعت الاطباء في عندنا في الماركتنج بنسميها حاجه اسمها هاي انفولفمنت ليفل. هاي انفولفمنت ليفل دي يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما بروح اشتري السلعه دي وانا بروح اشتريها، فانا مثلا انا هشتري ميه، فرحت اشتريت ميه جبتها وجيت، مش محتاج حد. لكن الطب انا المريض محتاج الدكتور عشان هو اللي هيكشف ويكتب له الدواء ويوجهه. طب دلوقتي احنا بقينا بنشوف حاجه نوع جديد اسمه انفورمد بيشنت. البيشنت بقى داخل لي يقول لك ده انا سالت تشات جي بي تي قال لي قبل ما اجي اقول لحضرتك، ويناقش حضرتك في تشات جي بي تي ويقول لك التشات جي بي تي قال لي. لا ده ساعات بيقول لي انت مش جايب الروشته، ما هي عندك على الكمبيوتر وعندك كل التفاصيل، انت مش مسجل ازاي. فده بقى نوع جديد من البيشنت احنا بنسميه انفورمد بيشنت. لدرجه ان كان جوجل نفسه نزل كامبين كبيره كان بيقول لك ما تسالش جوجل، اسال الطبيب، لان الناس كانت بتدخل تسيرش جوجل وتاخد المعلومه على جوجل وخلاص. فده خلى الدكاتره ده بقى عامل ضغط على الدكاتره. ثم طبعا لو جينا نتكلم على الماكرو ليفل اللي هو الدوله دلوقتي منظومه التامين الصحي الشامل بقى اللي عايز يدخل معاها لازم يكون عنده سيستم. صحيح. لان انا في الاول وفي الاخر هيشوت بين التغير اللي بيحصل ده. طيب انا لو سالت بقى عم الماركتنج دكتور صابر هلال، هو الطب في مصر في المستقبل ياكل عيش؟ يعني الطب مهنه جايه ولا ايه الاخبار؟ خليني اقول لحضرتك، الطب طول عمره رساله ساميه انسانيه هتفضل مكمله ابد الابدين. ما هو اللي الدكاتره اللي بيسمعونا اول ما يسمعوا ساميه دي هيتحسسوا مسدسات خالص. لا، خليني اقول لحضرتك، احنا بدون الاطباء احنا دايما خلينا نرجع لورا، نرجع فلاش باك لورا كده لما حصلت كورونا. ببساطه خالص مين اللي واجه ومين اللي حمل العالم كله؟ كان هم الاطباء. تمام. فالطب مفيش حد في الدنيا هيقدر يبدل الاطباء، لكن كل اللي بيدور حوالين الموضوع يا دكتور محمد ازاي نسهل عمل الاطباء ثم نديهم وقتهم. انا بتكلم هنا بيزنس وايز. الدكتور ده يقعد في مصر ولا يخلع؟ جميل. يسافر؟ جميل. هرجع اقول لحضرتك، الدكتور الشاطر المشهور في مصر بيعمل اكتر من بيعمله اي حد في الخليج. تمام جدا. يعني اي دكتور في مصر شاطر مشهور، ثم ضيف على كده لو قدر بقى ان هو يحول شطارته وشهرته لفكره اورجانيزيشن كامله، هو احسن بكتير جدا ما يسافر الخليج. العلوم الاداريه اللي حضرتك اتكلمت عنها في بدايه الحلقه، هل هي عند بعض الدكاتره بالسليقه بالفطره موجوده عندهم بالفطره وبالتالي هو بينجح، ولا هي لازم حد يتعلمها؟ لأن ما في ناس مشهورة وشاطرة ولسانها حلو وبتعرف تدير أمورها بشكل جيد من غير تعليم. طيب خلينا أقول لحضرتك المقولة دي فكرتني بإكزامبل كان واحنا كنا في الMBA قاله لنا الأستاذ بتاعنا الله يديله الصحة. كان بيقول لنا إيه؟ كان أستاذ استراتيجيك مانجمنت كان اسمه دكتور محسن الشماع. كان بيقول لنا كلمة حلوة جدا. كان بيقول لك جالي حد بيقول لي أنا ببيع ب300 مليون من غير ما أخد MBA. الMBA هتعمل لي ايه؟ قال له ما انت لو كنت اخدت الMBA كنت زمانك بتبيع ب10 مليار. الشاطر ممكن يبقى اشطر. الشاطر يبقى اشطر.
تمام. الفكره كلها دايما دكتور محمد في ايه؟ انا دايما بضرب للناس مثال، بقول للناس دايما ايه الفرق ما بين اللي بيدرس الاداره وما بين اللي ما بيدرسهاش؟ هي حاجه واحده بس. لو انا جيت اديت لحضرتك النهارده مساله في الاداره وقلت لحضرتك حل المساله دي، حضرتك هتحلها، بس حضرتك مش دارس اداره. خلينا ادي المثال على نفسي، انا صابر مش دارس اداره، اديتني المساله فانا حليتها. دكتور محمد دارس اداره، اديته المساله حلها، انا وهو حليناها صح. جميل كده، بس حضرتك دارس وانا مش دارس. تعالى بعد 10 سنين ادينا نفس المساله، دكتور محمد حله مش هيتغير، انا حل هيتغير. ليه؟ انا حلي جاي بالاكسبيرينس، بالخبره، تراكمي. فانا دلوقتي مثلا قاعد ليا 10 سنه خبره فحليتها بال10 سنين. طب لما بقى عندي 20 سنه خبره، الخبره غيرت اللي عندي فغيرت الاجابه. عكس دكتور محمد بيحل بالعلم مع الخبره، فالعلم مديله اسس. الاسس دي ما اتغيرتش. طب هو جايب الاسس دي منين؟ من تجارب السابقين. ما هو العلم ده هو تجارب الناس اللي سبقتك. يعني انا ممكن علشان النقطه دي ابقى قفلتها، وقول لي لو انا اللي انا فاهمه ده صح ولا لا. دي لو عايزين نقولها كستيتمنت كده للدكاتره، عايز تكمل في مصر لازم تبقى دخلك كويس، وعايز يبقى دخلك كويس ومستمر في ان هو يكون كويس، لازم بتثقل نفسك ببعض العلوم الإدارية. مش هتقدر تعمل كده، تحول الى موظف في مكان بيديك راتب كويس. بالزبط. ممكن ساعتها يبقى السفر اوبشن. بالظبط. تمام كده. بالظبط كده جدا. حضرتك لخصت الامور كلها. طيب انا عايز ادخل على موضوع وما ينفعش ما نتطرق لهوش، والدكتور صابر موجود معانا، الماركتينج. وازاي الدكتور مننا لو عايز يدخل بقى ويبقى له باع في الماركتينج ويبقى بيعمل ماركتينج لنفسه، يعمل ايه؟ يصور نفسه وهو عامل كده ويحطها على البيلبورد وينزل بيها على صفحات السوشيال ميديا، يعمل فيديوهات على اليوتيوب، يطلع في برامج على التلفزيون، يعمل ايه لو انت هتقدم نصيحة سريعة جدا لدكتور عايز يعمل ماركتينج لنفسه، يعمل ايه؟ طيب خليني الاول في الحتة دي، يعني اسمح لي فيها ان انا النقطة دي اسهب فيها شوية صغيرين. طبعا. خليني اقول لحضرتك هنا ان برضو لازم الدكاترة تبقى فاهمة ان الماركتينج مش هو ده بس. مظبوط. لان في ناس حصرة الماركتينج على فكرة الادفرتايزنج او البروموشن. تمام. ان انا بطلع اعمل دعاية، ده مش الماركتينج، ده جزء من الماركتينج. الماركتينج ده حاجة كبيرة خالص، لان هرجع اقول لحضرتك لو انت بتسعر خدمتك جوه العيادة ده برايسنج، ده تسعير، ده ماركتينج. صح. لو انا النهارده المريض اللي بيجي لي من اول ما يجي لغايه ما يخلص ده البيشنت اكسبيرينس اللي احنا بنسميها تاتش بوينتس، ده ماركتينج. مظبوط. فالماركتينج مش ان حضرتك تطلع تصور خالص. مزبوط. طيب النقطه الثانيه، لو انا النهارده طالع اتصور، الدكاتره بتغفل حاجه مهمه جدا، وانا بطلع في حته الادفرتايزنج عندنا حاجه بنسميها ال5 ام. ال5 ام دول هم ايه؟ حاجه اسمها الميشن، الماني، المسج، ثم الشانل او الميديا، ثم الحاجه الاخيره الميجرمنت. لا نفصص بقى. طيب بالراحه. الميشن دي لو انا طالع النهارده عشان اتصور، فلازم تساعدك 3 اسئله في الميشن دي. ايه الاوبجيكتيف اللي حضرتك طالع تحققه؟ انا طالع اعمل ده ليه؟ وده جزء كبير جدا من المشاكل اللي بقابلها مع الدكاتره. لما اشوف دكاتره متصوره صور على الدائري وعلى المحور، ببقى مستغرب، بقول له انت طب يعني مين اللي طلعها في دماغك تطلع كده؟ ايه الهدف؟ فرقم 1 الهدف بيكون مش واضح قدام الدكاتره وهي طالعه تعمل ده. رقم 2 التارجت سيجمنت او التارجت اودينس. انت طالع تكلم مين؟ طالع تصور الصوره دي لمين؟ مين التارجت اودينس او التارجت سيجمنت اللي حضرتك طالع عايزه يشوف الصوره دي، فبالتالي محتاج ان هو ياخد القرار ويجي لك. مظبوط. رقم 3 الصوره حضرتك صورتها دي، التارجت اودينس اللي انت عايزه، هل انت عارف احتياجه فعشان كده انت طالع عامل ده؟ فدول اول 3 اسئله في الميشن. جميل. اللي هو رقم 1 الاوبجيكتيف، رقم 2 التارجت اودينس، رقم 3 النيدز اوف ذا تارجت اودينس، الاحتياج بتاع التارجت اودينس اللي انت رايح. مفهوم. طيب النقطه الثانيه نيجي للفلوس. الفلوس دي فيها 3 كلمات اساسيه. الكلمه الاولى، انت حضرتك هتطلع تصرف كام على اللي انت رايح تعمله ده. لان اللي انا هصرفه كام ده هو جزء من حاجه بنسميها تي او بي، تاكتيكال اوبريشنال للبلان للماركتنج، فده جزء منها هو الادفرتايزنج والبروموشن. فانا طول السنه مطلع للجزء ده من الماركتنج بتاعي قد ايه. النقطه الثانيه هو هيجيب لي قد ايه، لان دي نقطه مهمه جدا. هل انت سالت نفسك حضرتك النهارده لما صرفت مليون هنا جاب لك كام؟ لا، ما انا مش بعرف اقيسه. طب ما دي مشكله كبيره. فحضرتك النهارده ما تطلعش تعمل حاجه غير وانت عارف انك تقيسها بالطرق بتاعتها. فدي النقطه الثانيه المهمه جدا. النقطه الثالثه، هل في اي اكسترنال فاكتور هيحتاج لبادجت تاني زياده عشان اطلع اعمل التصوير ده ولا لا؟ ما النهارده لما انا هطلع اتصور ده
معناه ان انا محتاج استوديو، معناه ان انا محتاج شركه تعلق لي الحاجات دي على الطرق اللي بره، محتاج اختار اللوكيشنز البرايم لوكيشنز اللي انا هحط فيها. فده كله اكسترا بادجت انت هتدفعه تاني. فهل انت حسبت البادجت كله توتال، ولا انت بصيت الصوره بتاع الطبيب وعملت؟ النقطه الثالثه اللي لها علاقه بيه المسج، ودي النقطه المهمه جدا. المسج انت حضرتك طالع تقول ايه ازاي. ودي انا هطلع من الخمسه وارجع لهم تاني، بس هطلع هنا الحاجتين. ايوه. القطاع الطبي بالذات في كلمتين بيحكموه، كلمه بنسميها الكوموديتي وكلمه اسمها التراست. يعني ايه كلمه الكوموديتي؟ حد حضرتك مثال، انا دكتور اسنان فبطلع اقول والله عرض التبييض ب 200 جنيه. ده كده حضرتك دخلت في حاجه اسمها برايس وور او حرب سعر. ده اسمه كوموديتي. كلمه كوموديتي لما يجي المنتجات بنسميها كوموديتي ماركت، لما يجي المنتجات بتاعتنا المريض او العميل ما بيشوفش فيها قيمه مضافه، فهنا بيبقى الحكم هو السعر. فحضرتك دخلت نفسك في فكره السعر. جميل كده. عشان كده دايما نقول للدكاتره ركز، انت مش اوفر بيزد ماركتنج، انت فاليو بيزد ماركتنج. انت مش حاجه قايمه على الاوفرز. لان المريض ببساطه خالص ذكي هيجي يقول لك طب خلاص اصبر لما يعمل اوفر تاني. النهارده عامل اوفر ب 200 على التنظيف، بكره يعمله ب 100. مظبوط. فده الفكره، دي النقطه الاولانيه. لكن الاصل بقى ان الطب مبني على فكره اسمها التراستابيلتي مش الكوموديتي. التراستابيلتي دي بقى الفاليو اللي هو كحضرتك كدكتور لو عايز تعمل المسج بتاعتك هتعملها بثلاث حاجات، اللي هي ايه؟ رقم واحد الكريدابيلتي. حضرتك عندك شهادات كتيرة جدا متعلقة. مصداقية. ليه ما بتطلعش توري شهاداتك والمؤتمرات اللي انت بتشارك فيها والمؤتمرات اللي انت بتحضرها وتعرض قيمتك العلمية الكبيرة على المريض؟ لان ده هو ده اللي هيدي مصداقية وتراستابيليتي عند المريض بالنسبة لك، ان انا شايف حضرتك قيمة. وده اللي بيخلي المريض يفاضل بين دكتور ودكتور. النهارده انا يعني حتى حضراتكم في الطب الاستاذ الجامعه غير الاستشاري غير الاخصائي. فين الكريدابيلتي؟ هل انا النهارده عشان كده دايما الناس فيه انا عندي بس حطه في الدرج ما فيش حد شافه، اطلع طلعه. فدي النقطه الاولى، نقطه الكريدابيلتي، ان انا اطلع اشوف كريدابيلتي. النقطه الثانيه، انا النهارده كمريض عايز اجي اكشف عند حضرتك، فلازم توريني البيشنت اكسبيرينس اللي تديني التراستابيلتي. البيشنت اكسبيرينس ان حضرتك تطمني انك مش هتيجي تقعد عندي تعطل، لا اول ما تيجي هتطلع. عندنا سهوله زي فكره بالظبط. انا دايما بقول للاطباء الحته دي زي بالظبط، روح حضرتك اتفرج على اعلانات الاوتيلات. ما هو هوسبيتاليتي، الاوتيلات هي قائمه على فكره الضيافه. فكره الضيافه قائمه على ان حضرتك بتستضيف المريض عندك في العياده او في المستشفى لمده. مظبوط. الاوتيلات بتعمل ايه؟ بيدخل ميوزك، يصور الاوضه ويصور الريسبشن ويصور البول ويصور. هو بيعمل ايه؟ هو بيوري لحضرتك الاكسبيرينس اللي انت هتيجي تستجم فيها وتشوف. نفس القصه اللي احنا بنسميها التاتش بوينتس. لازم حضرتك النهارده توري المريض ان انت قد ايه بتريحه في التاتش بوينتس بتاعته. فدي النقطه المهمه. النقطة الثالثة اللي هي متوقفة عن النقطة الثانية، اللي هي فكرة مانجنج الاكسبكتيشنز. ودي نقطة مهمة جدا، اللي هي ايه؟ احنا عندنا في الماركتنج حاجة بنسميها الماركتنج بروميس، الوعد التسويقي. ان انا النهاردة لما اقول للعميل تعالى انت هتلاقي عندي في العيادة او المستشفى 10 حاجات، هو بيجي يقيم ال10 حاجات اللي حضرتك قلت عليهم. فبالتالي بيكون حاجة من 3، يا اما انا جيت لقيت ال10 حاجات فانا راضي، انا ساتسفايد باللي انا جيت لقيته. انت وعدتني حاجه الاقي 10 حاجات جيت لقيته. طيب العكس، لو انا قلت له تعالى هتلاقي 10 حاجات ولقى 2 بس، فهنا بيحصل ايه؟ بيحصل فيه ديساتسفاكشن. المريض جاي مش راضي، يطلع يتخانق بقى ويطلع يعمل نيجاتيف وورد اوف ماوث على حضرتك، يقول لك والله ده انا رحت العياده كان ميعاد كشف الساعه 3 وهم قالوا لي هتيجي الساعه 3 تدخل، دخلت الساعه 4 و5. او اتخانقت مع الممرضه جوه مع ان هم كانوا قايلين ان هم بيعاملوا الناس بشكل كويس. فدي النقطه الثانيه. طب النقطة الثالثة، وانا مديك قلت لك 10 حاجات جيت لقيتهم 15، هيحصل ما يسمى في الماركتنج عندنا حاجة اسمها الديلايت. الديلايت ده اللي هو الراجل ده مبسوط لدرجة ان هو بقى هيطلع يجيب لك العيلة كلها ويجي. ليه؟ لان هو انت حضرتك كنت اباف الاكسبكتيشنز بتاعته بمراحل. فدي الثلاث نقط اللي حضرتك كدكتور وانت بتصيغ المسج بتاعت حضرتك لازم تتاكل المسج دي. الكريدابيلتي، البيشنت اكسبيرينس، ثم مانجنج الاكسبكتيشن اوف ذا بيشنت. مانجنج الاكسبكتيشن دي معناها ايه؟ ان انا اروح بقى اجيب مرضى
يتكلموا على تجربتهم، مم. يقول والله ده انا كنت جاي وكنت تعبان، اللي احنا بنسميه اليو جي سي Testimonials. او التستيمونيالز، مم. اللي هو اليوزر جنريتد كونتنت، ان انا مم. عندي النهارده عميل جه خد الخدمه وطلع مبسوط. هاجي لانه عشان ما اقطعش التسلسل الممتع، انا مستمتع الحقيقه ده، وهاجي للتستيمونيالز لان ليا فيها سؤال، لكن عايز حضرتك تكمل الاول النقاط. فده هنا دي نقطه المسج. فالمسج هنا بنقول دايما وانت بتعمل المسج، رقم واحد عينك على الفاليو اللي انت رايح تقدمها للمريض بتاعك في المسج بتاعتك. رقم 2 لازم تشوف حاجه بنسميها الايموشنال كونكشنز، المريض ايه اللي هيربطه عاطفيا بيك في المسج اللي انت رايح تعملها. صوره حضرتك وانت واقف دي مش هتعمل اي ايموشنال كونكشن اطلاقا اطلاقا، ومش دي اللي مقدمه الفاليو بتاعت حضرتك. طب رقم 3 وحضرتك وانت طالع تتكلم عن المسج بتاعتك، ايه اليو اس بي اللي عند حضرتك، اليونيك سيلينج بروبوزيشن، او خلينا نسميها بلاش اليونيك سيلينج بوينتس، لا بروبوزيشنز، ان انا النهارده عندي ايه مميز المريض ده هيجي يلاقيه. عشان كده دايما يا دكتور بنقول القطاع الطبي في حاجه مهمه جدا دايما بنسميها دكتور سيجنتشر، ان هي دي بتاعته هو، لو لفيت الدنيا كلها ما حدش عارف يعمل حاجه دي غير الدكتور محمد. مظبوط. عشان كده دايما حتى عندنا في الفلاحين زمان وانا كنت صغير يقول لك بص، كان والدي الله يرحمه كان دايما متعودين كده، لو كان حد فينا تعب كان ودينا الدكتور في طنطا اسمه دكتور محمد رزق. ده بمجرد ما يخش هذا بيخف. يقول لك تمام. الدكتور ده ايده فيها الشفاء. دي السيجنتشر بتاعت الدكتور اللي بقت منطبعه في المايند بتاع المريض نفسه. مظبوط. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، هي نقطه بعد ما قلنا المسج، هي نقطه الميديا بقى. ايه هي البيست تشانل اللي حضرتك هتطلع بها بالكلام ده؟ البيست تشانل يعني ايه؟ يعني انا ممكن اطلع بحاجات تروح على السوشيال ميديا افضل من اطلع اعمل بيلبورد. مظبوط. وفي حاجات البيلبورد فيها احسن، وفي حاجات لا لو طلعت على التي في افضل. فهنا اختيار التشانل نفسها اللي انت حضرتك هتطلع تخاطب بيها التارجت اودينس. فانت لازم تسال نفسك التارجت اودينس اللي انا رايح اخاطبه موجود على ويتش تشانل وبيقضي عليها فتره طويله. فده بالنسبه لي النقطه الاهم. النقطه الاخيره بقى الميجرمنت. لما حضرتك تعمل ماركتنج كامبين ده تقيس بقى والله ده الامباكت بتاعه ايه. لو انت عايز تقيس هترجع للنقطه الاولى، الاوبجكتيف، هل الاوبجكتيف اتحقق ولا لا. وانا كنت طالع هدفي براندنج، ولا هدفي انجيجمنت، ولا هدفي اديوكيشنال، اقدم اديوكيشنال كونتنت للعيان، ولا كان هدفي ان انا اعمل سيلز وانا طالع بيها عايز بيها سيلز. فالميجرمنت اكوردنج للاوبجكتيف بتاعته. فهم 5 حاجات رابطين كلهم انا ببعض. اعتقد بعد التسلسل الرائع اللي حضرتك اسهبت فيه ده واللي انا مستمتع بيه الحقيقه، بقى سؤال هو انا كدكتور مهم ان انا اعمل ماركتنج اصلا ولا لا؟ ما الدنيا شغاله والعياده شغاله والناس واقفه، انا اعمل ماركتنج ليه؟ اعتقد حضرتك بالاجابه المسهبه الجميله دي وضحت النقطه دي بشكل كافي جدا. بس في وسط الكلام ده في شويه اسئله كده انا ما ينفعش اعديهم. مسألة التستيمونيالز أو تجربة المريض وإنها تتعرض، دي إحنا بنشوفها كتير كده، وبنشوفها أحيانا في بعض عيادات التجميل والأسنان والجراحات العامة، إن هو المريض يطلع بنفسه أو الدكتور يطلع ويبقى المريض معاه ويقول التجربة بتاعته. حضرتك شايفها إزاي؟ لأن بعض الناس بتبقى شايفة منها الأطباء بتتحرج من أمر زي ده، وبعض حتى الناس العادية بتبقى شايفة إن ده أمر مش مقبول إن المريض يطلع بالشكل ده. حضرتك شايف إن الدنيا دي يتم المانجمنت فيها بشكل إزاي اللي تبقى بشكل أخلاقيا كويسة وفي نفس الوقت تؤدي الهدف منها؟ جميل جدا. خلينا نقول هنا إن أنا لو عايز أروح للحتة دي فأنا لازم نمشي في الحتة دي بالذات زي الكتب. يعني لازم رقم 1 موافقة المريض، موافقة كتابية. تمام. يعني حتى ما ينفعش ان هو المريض يطلع يتكلم كده ويقول يعني من غير ما يكون ماضي على كونسنت ان هو انا موافق ان الماده الاعلانيه دي تتعرض. وعايز اقول لحضرتك كتير شفنا دكاتره بعد ما بيعرض الماده الاعلانيه المرضى بيرفع عليه قضايا. فحضرتك الضمان ليك كدكتور في البدايه ان قبل ما يطلع اصلا الكلام ده ان المريض يمضي كتابيا ان هو موافق على ان الماده العلميه دي يتم نشرها. تمام. فدي النقطه الاولانيه. وهنا طبعا ليه بنقول كتابيا مش لفظيا؟ كتابيا هنا عشان حتى المريض لو هو لسه مش مدرك فكره ان هو هيطلع ويتسوق بيه يراجع نفسه. مظبوط. فانت النهارده انت انا طلبت منك وانت وافقت وخلاص. فدي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، خلينا نكون متفقين ان في بعض الصناعات جوه الطب هي معتمده على ده. احنا عندنا الطب متقسم 3 اقسام. احنا بنسميه ميديكال، دينتال، ويلنس. تمام. الدنتال والويلنس هم قائمين على فكره البيفور اند افتر. لازم هو المريض يطلع او لازم المريض يظهر بيفور اند افتر. بس الشطاره هنا في الحته بتاعت البيفور اند افتر في ايه؟
دي شطاره انا بسميها شطاره كرييتيف مع الدكتور. يعني النهارده الدكتور حضرتك انا ممكن اطلع المريض باكتر من شكل، مش لازم الشكل الصريح اللي انا لازم يعني ايه اتجنى على ادميه المريض فيه، لان انا بسميها هي كده ادميه المريض ليه ادميه. وحتى ايفن ان في بعض الاطباء بيقول لك ما مريض مضى، لا هو مفيش حاجه اسمها مريض مضى، هو حتى لو مضى يظل هو البرايفسي بتاعته محفوظه. عشان انا بشوف دكاتره في الحته بتاعه التجميل، لا المريض انا لدرجه ان انا شفت فيديو انا بعت للدكتور نفسه، انا شخصيا بعت للدكتور على الماسنجر قلت له لو سمحت المريض اجزائه الخاصه واضحه. صحيح. يعني ده بالنسبه لنا ده امر غير مقبول تماما، البرايفسي بتاعت البيشنت ده. صحيح. حتى لو هو موافق، لان برضو في جزء من الادراك ان ممكن المريض يكون في بعض الناس تقول لك المريض محتاج فمضى. فبرضو انا النهارده كمسوق، انا بتكلم هنا كفكر تسويقي بحت، فانا اسال نفسي ازاي اظهر المريض بشكل يحافظ على ادميته. وانا كطبيب لازم اراجع تيم التسويق بتاعي في الحته دي، وروني البيفور اند افتر قبل ما يطلع. ففي طرق كتير. في طرق طبعا احنا بنغمي عين بنحاول ما نظهرش ملامحه. النقطة التانية ان انا بحاول ان انا ممكن اخلي المريض قاعد هو عبارة عن صوت، مش ظاهر في الفيديو اصلا خالص. في الجزء الثالث ان انا ممكن اعمل المريض يعني فكرة ان هو يكون زي زوم، ان هو كأنها مقابلة انترفيو، مش ان هو انا جايب المريض بقول لا، انا فكرة ان المريض بيكلمني از ان هو ككول ومبسوط. ان انا مبسوط ان انت حضرتك عملت ده وانا الحمد لله بقيت احسن. رسالة على الواتساب وهكذا. لكن خلينا نقول برضو احقاقا للحق، هو فكرة ان التستيمونيالز هي فكرة تراستد من المرضى بيثقوا جدا في حاجتين: في البوزيتيف ريفيوز على السوشيال ميديا. لما ادخل النهارده على صفحة الدكتور محمد الاقي مرضى كتير جدا كاتبين ان هم ارتاحوا على ايده. تمام. لان خلينا اقول لحضرتك ان انا عندي في حاجة بنسميها البيرشيزنج بروسيس، عملية الشراء. اي مريض او اي في بره الطب اي حد بيشتري هو بيمر بروسيس. تاني مرحلة منهم هي مرحله السيرش. انا مثلا حد بسال انا عايز حد الدكتور سكر قوي، فالناس بترشحها دكتور محمد. فبدخل اسيرش على دكتور محمد، اشوف فيديوهاته، اشوف المرضى بيتكلموا عنه ازاي، اشوف الصفحه بتاعته، اشوف الكونتنت بتاعه. فده بيخليني اخد القرار. واحده من الحاجات اللي بتخليني اخد القرار بسرعه ان في مرضى كتيره كتبت ان هو الحمد لله ربنا جاب على ايده الشفاء. تمام. فدي نقطه مهمه جدا ما نقدرش نغفلها، لكن نحافظ على البرايفسي بتاعت البيشنت، نستخدم طرق كتيرة في الكرياتيفز خلينا نحافظ على القصة دي، ثم الكونسبت. من ضمن الحاجات المهمة جدا دلوقتي واللي أنا بشايف إن هي مهم إن الدكاترة تاخد بالها منها فكرة البيرسونال براندنج أو بناء العلامة الشخصية للدكتور على وسائل التواصل المختلفة. من الناس الشاطرة قوي في الحاجات دي دلوقتي ناس لامعة جدا، منهم على سبيل المثال دكتور حسام أبو العطا، أستاذ جراحة التجميل. وأنا هنا ذاكر الاسم ده لأن هنا بتلمس أكتر من نقطة. كثير من الانتقادات بتوجه له من داخل المجال الطبي ومن خارج المجال الطبي، وكثير من الإشادات بأنه هو شخص قدر يعمل لنفسه براند قوي يخليه قادر يكمل. حضرتك تقدر تقيم لي التجربة دي ووجهة نظرك؟ أنا عارف إنك ليك وجهة نظر خاصة في تجربة زي تجربة الدكتور حسام أبو العطا. يعني خلينا أقول لحضرتك الأول دكتور حسام أبو العطا، يعني أنا ليا تجربة سابقة معاه، يعني كان في بروجكت اشتغلنا فيه سوا مع بعض. عظيم. وأنا ببعت له طبعا التحية، أنا بعزه جدا، هو محترم جدا وأنا بعزه جدا. وعايز أقول لحضرتك هو لما تقابله شخصية ديسنت جدا لأبعد الحدود. طيب اللي دكتور حسام قدمه خلينا اقول لحضرتك ان هو حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان ده بنسميه ذا هيومن فيس اوف ميديسن، اللي هو اللي المريض مش بيشوفه، المريض مش بيشوف الجزء ده. طيب السؤال، هل دكتور حسام كان هو اول حد عمل كده؟ لا. قبل ما حضرتك تكمل، هل هذا اللي هو بيعمله ده هل ده بيرسونال براندنج بشكل معين ولا؟ خليني اقول لحضرتك دلوقتي حاجه، الاجابه دي دلوقتي على طول. هي طبعا بيرسونال براندنج. وخليني هقول لحضرتك حاجتين. الحاجه الاولانيه منه هو شخصيا، لما قعدت معاه شخصيا هو قال لي هي كانت بدايته ازاي. ثم الامر الثاني هو ايه الغلطه اللي هو وقع فيها. لان هو في غلطه وقع فيها فهي السبب اللي اتصدرت للناس بالشكل ده. لكن خلينا اقول لحضرتك الاول، هو اول حد بدا الحته دي والناس بدات تمشي وراه كان حد اسمه دكتور مايك. تقدر الناس ترجع للاكونت بتاعه على اليوتيوب. هو ده دكتور امريكي اصلا، بس هو اصله روسي. حتى هو شكله حلو جدا لدرجه ان هم بيسموه ذا سكسي دكتور من حلاوه شكله. هو كان بدا عمل صوره على السوشيال ميديا، الصوره دي انتشرت، فده خلاه يفكر ان طب ليه ما اعملش اكونت واطلع عليه. الاكونت بتاعه دلوقتي عليه اكتر من 15 مليون متابع على الاكونت بتاعه على اليوتيوب.
والراجل ده كل فيديو بينزله بيطلع بيكسيد ال 4 مليون فيو. بس هو قال ايه؟ انا هطلع الطب من باب الاديوكيشنال فيديوز. فهو بدأ هو اكتر دكتور بيقدم educational content على المنصات التواصل الاجتماعي، وهو اصلا تخصصه فاميلي ميديسن في امريكا. فانا قصدي اقول ان الحته دي مهمه جدا، ان الاطباء يكون لهم تواجد على السوشيال ميديا ويعمل لنفسه بيرسونال براندنج محترم. بس دكتور مايك بيقدم educational فيديوز، بالظبط. دكتور حسام بيقدم ما انا هقول لحضرتك بقى هنا تمام. الفكره هنا في ايه اللي حصل مع دكتور حسام. دكتور حسام خلط ما بين حاجتين، ما بين البيرسونال براندنج الطبي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي، اللي هي فكره الكريديبيليتي والتراست والبيشنت اكسبيرينس، وفكره احنا بنسميها عندنا في الماركتنج حاجه اسمها سلايس اوف لايف، اللي هو بياخد جزء من حياته ويطلع يعرضه على السوشيال ميديا. هو عرض جزء من حياته على السوشيال ميديا. طب ده صح ولا غلط؟ صح جدا في حاله دكتور حسام. ليه؟ لان ده هو بيخاطب التارجت اودينس بتوعه. هي دي الشعره اللي حصلت هنا، هي دي الكلاس A بلس اللي هو عايزه. فده طبيعه المحتوى اللي هو هيطلع يكلمهم بيه. جميل كده. طب هي المشكله في ايه هنا؟ المشكله دي وقعت فيها طلعت مصطفى جروب السنه اللي فاتت في اعلان رمضان في نفس التوقيت، لما طلعوا قال لك الكوميونتي، وطلع المصريين على كميه الكوميكس اللي طلعت على فكره الكوميونتي بتاعت طلعت مصطفى. ايه الفكره هنا؟ الفكره دايما بنقول الخطا اللي بيحصل لما حد بيطلع يعرض محتوى غير ويوصل لتارجت اودينس غير اللي هو عايزه. تمام. فده بيتحول لمشكله كبيره جدا انك بتتهاجم بسببه. فدكتور حسام الصفحه بتاعته عليها ديفرنت تارجت سيجمنتس. هو محتوى مثير، فهيثير كل الطبقات بالظبط. فبالتالي التارجت سيجمنت اللي مش مناسب المحتوى ده بقى فيه مشكله ان هو شايف ان هو بيستعرض عليه. طب هو هينقيهم ازاي؟ ما هي دي الاشكاليه بتاعت اللي احنا لسه قايلين عليها بتاعت التشانل، ان حضرتك تختار التشانل اللي انت تطلع تعمل عليها ده. فممكن حضرتك دكتور حسام الحاجات اللي فيها سلايس اوف لايف دي ياخد جزء بسيط، والجزء الثاني يعرضه في عيادته للناس اللي بتروح له. جميل كده. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه المهمه اللي هو واقع فيها، هو دكتور حسام عنده انتقاد في حاجتين. دي الاولى فكره الاستعراض. هم دايما بيتهموه انه بيستعرض الاسطوره العربيته وفيلته والغزاله اللي بيدوروا عليها. مزبوط. دي لدرجه ان انا نفسي لما اتصورت معاه ونزلت صورتي على السوشيال ميديا الناس كلها كتبت لي تحت الغزاله اخبارها ايه، دور عليه. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان الناس بدات تشوف حته تعرض اللي احنا لسه بنتكلم فيها بقى بتاعت البرايفسي اوف بيشنت، تعرضه للمريض بكلمات واسلوبهم ما شايفينه شويه لا يليق مع مقام الطب. هي دي كانت الاشكاليه الثانيه اللي هو تعرض ليها دكتور حسام. ان انت حضرتك النهارده اخدت الطب في حته مش بتاعتها، مع العلم انه اصلا كان استاذ جامعه، يعني هو راجل اكاديمي. صحيح. يعني هو اصلا فاهم يعني ايه طب. مظبوط. بس دي النقطه الثانيه اللي هو تعرض لها اللي احنا كنا لسه متكلمين عنها من شويه. وانت شايف ان هي ما كانتش كانت تبقى بالصوره دي. بالظبط. هي المفروض ما كانتش تبقى بالفجاجه دي. هي هنا عندي في حاجتين، لو كانت مره او مرتين ما فيش فيها تكرار فما كانش حد هيلاحظها. او الكلمات الكتيره مع المصطلحات. يعني هو في كلمات مثلا يقول لها ايه ده انا شفت الموضوع فالناس الناس بتشوف ان الكلام ده مش ما ينفعش يطلع من دكتور قامه علميه كبيره زيه. يعني انت لا تنصح بالشكل ده بالصوره اللي حضرتك بتقولها دي. انت ما بتنصحش خالص تسويقيا، لا خالص قبل ما طبعا. يكون اخلاقيا خالص طبعا. لكن النهارده انت كدكتور يلزمك تعمل بيرسونال براندنج، ده الف باء لازم يتم دلوقتي. لان جزء من البيزنس بتاعك هو قائم على البيرسونال براندنج بتاعك انت الشخص. خلينا ندي لحضرتك بقى بيرسونال براندنج تاني في ناحيه تانية. هو محافظ على الوضع الطبي بتاعه، مشهور جدا دكتور حسام موافي. طبعا. يعني ده وجه تاني من العمله زي ما بنقول. هو محافظ على قيمته الطبيه وهو مشهور جدا وواخد وضعه الطبي جدا، وفي نفس الوقت عيادته شغاله جدا. فده دول وجهين مختلفين. بس هرجع تاني واقول واكد على فكره التارجت سيجمنت. دكتور حسام موافي التارجت سيجمنت بتاعه غير التارجت سيجمنت بتاع دكتور حسام ابو العطا. فرق السما من الارض. انا لما قابلت دكتور حسام في فيلته سالته بدايه حضرتك كانت ازاي، يعني ايه اللي خلاك تروح ناحيه السوشيال ميديا. تخيل دكتور محمد وقال لي ان كانت صدفه. ان انا كنت بنتي بتصور فيديو فدخلت عليها بتصور فيديو على تيك توك، فبقول لها انت بتعملي ايه؟ فقالت لي ده انا بصور فيديو على تيك توك. ايه تيك توك؟ قالت له فقلت طب استنى هصور لك فيديو. بقول صورت معايا الفيديو ومشيت. بيقول رجعت انت بتقول لي يا بابا ده الفيديو عمل 2000 فيو. تمام. فده كان بالنسبه لي رقم كبير. ايه 2000 فيو ده؟ الناس 2000 واحد شافوني. فقالت له رجع تاني يوم صورت معاه فيديو فقالت له ده شافك 10,000 واحد. فبيقول من هنا بدأت أدرك إن لا طب ما دي أداة ماركتينج بسيطة اهي وسهلة وما فيش فيها خسارة فلوس. أنا بعمل فيديو ناس بتشوفني. تمام. فكانت دي بدايته. فهو لو كان حافظ على نفس الفكرة دي
كان الموضوع كان مشي معاه بشكل افضل من كده. لكن هو المهاجمه دي لابد منها. يعني دايما نقول للناس واحده من العيوب بتاعت السوشيال ميديا ان حضرتك لازم تعرف ان هتيجي في فتره من الفترات في تارجت سيجمنت هيبدا يهاجم. بالتأكيد يعني احنا هنا النهاردة مش بنقول ان احنا ما فيش حد مش هيتهاجم ولا ان في حد هيكون كامل، لكن على الأقل بيكون محافظين على احنا بنعمل ده ليه، بالظبط. بيسبب لنا جزء من النجاح في الكارير بتاعنا ولا لأ، بناخد بالأدوات الممكنة والمجربة من أصحاب العلم اللي زي حضرتك، واللي بيحافظ على أخلاقيات مهنة الطب إنها تظل دائما في أعين الناس كما يحبوه. بالظبط. أنا عايز أسأل حضرتك على جزئية كثير من الأطباء مشغولين بيها اليومين دول، وهي فكرة الذكاء الاصطناعي ودخوله في مجال الطب. وأنا عارف إن حضرتك مهتم جدا بجزئية التك دي وليك باع فيها، بل بالعكس ليك سوليوشن عايز كمان أشير ليه النهاردة في مجال ال AI. هل فعلا ال AI من وجهة نظرك ممكن يحل محل بعض التخصصات الطبية؟ طيب خلينا اقول لحضرتك الاول، طبعا الاي اي احنا عشان نوصل للمرحله دي قدامنا لسه باع طويل جدا. يعني مش النهارده هيحصل ده. في الصناعات خارج القطاع الطبي الاي اي عامل ثوره كبيره وبيبدل، لكن في القطاع الطبي لسه شويه. يعني لسه شويه ليه؟ لان احنا اصلا لسه عندنا جاب كبيره جدا في ان احنا نترين المودلز على المعلومات الطبيه الكامله بتاعتنا، ولسه كتير جدا من المستشفيات مش واثقه في الاداء بتاع الاي اي ناحيه القطاع الطبي. لكن خلينا نقول ان في الصين مثلا بقى دلوقتي في مستشفى كامله قائمه على الاي اي، هي اي اي ايجنتس بتكلم بعضها، عباره عن اطباء، والمستشفى كامله عباره عن مستشفى كامله بتدار بالاي اي. بس الخطوات بتاعت الاي اي يعني متسارعه لدرجه ان هو كلمه لسه بدري دي مش عارف، لا اظنها بعيده قوي. هي ما احنا خلينا اقول لحضرتك بقى، بعد ثوره التكنولوجي كلمه لسه بدري دي مش زي الثوره الصناعيه. صحيح. الناس بتسبب الثوره الصناعيه شويه، لا خالص. يعني بدري دي لا، بس سنتين 3 4، لكن مش 100 سنه زي الثوره. احنا دايما كان عندنا الثوره الصناعيه نيجي نتكلم عن التشينج اللي عملته الثوره الصناعيه فنقول لك لسه بدري، فلسه بدري دي يعني 50 60 سنه قدام. لكن التكنولوجيا لا، هي بقت لسه بدري دي بحد اقصى من 15 سنه ولا حاجه. تمام. بحيث ان انا النهارده بقول انا ليه بقول في القطاع الطبي بالذات، لان القطاع الطبي بالاخص المعلومات والداتا اللي بتيجي فيه كميه الداتا المرعبه، ان هو حاجه متخصصه شويه. لكن طبعا الاي اي عمل فيه طفرات في حاجات. يعني مثلا في الحته بتاعت الاشعه الاي اي عمل طفره كبيره جدا فيها، وبيغير فيها بشكل كبير جدا. الاي اي عمل طفره في موضوع الورك فلو بتاع البيشنت وتنظيمه وغيره. الاي اي في الحته بتاعت الار سي ام موديولز اللي هو الريفينيو سايكل مانجمنت بتاعت الحسابات وبتاعت الكليمز بتاعت شركات الانشورنس. جزء المانجمنت وجزء الاشعه ممكن اكتر اتنين انطالوا في الحته دي. بالظبط. تمام. فالاي اي خلينا نقول ان هو دلوقتي في مرحله المساعد للطبيب. هو بيساعد الطبيب عشان خاطر يشيل عنه الرابش ورك اللي كان الطبيب مش عارف، عندي احساس ان هو ما بقاش اوبشن للطبيب ان هو يكون بيعتمد عليه في بعض الاشياء. على مستوى التنظيمي طبعا. على مستوى انه يكون تول معاه في الماركتينج، على مستوى انه يكون تول مساعد في بعض القراءات والابحاث. ده اعتقد ما هوش اوبشن. ده مش اوبشن، هو مساعد ليك ذكي جدا وهيريحك. حضرتك ليك باع بقى وسوليوشن جميل جدا حضرتك كلمتيني عنه كاي اي ايجنت، وفي دكاتره حقيقه الامر بالفعل بتستفيد منه حاليا واحنا بنتكلم دلوقتي، وغير كتير جدا جدا في الهسل اللي كانوا بيبقوا بيعيشوه. والاي اي ايجنت اللي حضرتك بتقدمه من خلال شركتك قدر يحل الموضوع ده. لو تديني فكره بسيطه عن الموضوع. طيب احنا عندنا دلوقتي في 3 سولوشنز في الاي اي احنا شغالين عليهم دلوقتي. واحد احنا عاملينه بارتنرشيب اجريمنتس مع شركات بالفعل خلصت السولوشنز بتاعتها. يعني احنا دلوقتي عندنا سيستم اداره المستشفيات بتاعنا بتاع لينك اللي هو الاتش اي اس سيستم بتاعنا. عملنا 3 بارتنرشيب اجريمنت مع 3 شركات. الشركه الاولى هي نوكسيرا، هي شركه متخصصه في الاي اي في الفويس ريكوجنيشن. النهارده عشان نوفر على الطبيب وقت، فحضرتك الطبيب والمريض وهم بيتكلموا الاي اي بياخد الكلام ده ويكتبه، وهم قدروا ان هم يوصلوا ل 28 لهجه عربيه. فهو ده بالنسبه لنا كان حاجه كويسه جدا. وهي شركه سعوديه، هي اصلا بيزد في الرياض، وده احنا مضينا معاهم الاجريمنت ان يكون السيستم بتاعنا باورد بنوكسيرا. عظيم. عشان خاطر يسهل على الطبيب الفكره دي. مبروك يا دكتور. والله يبارك في حضرتك. هو بيساعد برضو كمان في حته الكليمز والكودينج. لو انا النهارده كدكتور بكتب
الاكواد بتاعه الكليمز بتاعتي، فهو بيساعدك النهارده ان انت تكتب الكود السليم بتاعه. بلس ان هو الحاجه الثالثه اللي بيعملها زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه، ان انا بدل ما بروح يبقى عندي داشبورد في الاتش اي اس، لا هو الاي اي حضرتك هتساله تقول له انا عايزك مثلا تطلع لي المستشفى النهارده الكباستي بتاعتها كانت قد ايه، عملنا كام حاله، على شكل داشبورد سريعه، الاي اي هيطلع لحضرتك الحاجه دي كلها بسرعه. فده السولوشن الاول. السولوشن الثاني هو سولوشن ليه علاقه بالار سي ام موديول، اللي هو فكره مراجعه المطالبات بتاعت شركات الاي اي، بيراجع مطالبات شركات التامين كلها قبل ما تروح، بحيث انه يقلل الخسائر الفاينانشال بيدنج اللي بيحصل ده. وكمان بيتعلم من الاي اي اللي الشركات بتبعته ان في اخطاء، هو بيتعلمه عشان يمنع حدوثه تاني، ان هو يرجع تاني للشركه تاني. وكمان بيدخل كمان في الحته بتاعت ان انا النهارده اصلا من الاصل في الابروفلز، والحته بتاعت الابروفلز بتاعت شركات الادويه بتاعت شركات التامين. الحاجه الثالثه هو سولوشن متخصص في الحته بتاعت النيكيو، هو في الاي اي، هو كمبيوتر فيجن، هو سولوشن اسمه نون اي اي. السولوشن ده هو عباره عن عاملينه 2 اطباء عيون في مصر، هم مصريين، عاملين السولوشن ده بيتحط على الموبايل. التمريض يقدر في الاطفال في الحضان يكشف على العين، عشان حضرتك عارف ان اطفال الحضان بيبقى عندهم عرضه ان يجي لهم بلايندنس بعد كده، انا مش فاكر اسم المرض بالظبط. فهو التمريض بتصور ده بالموبايل، وهو بيديها البروبابيلتي بتاعت ان الطفل ممكن يحصل عنده المشكله دي. تمام. فده الجزء الاولاني عندنا في السيستم. فدول الثري سولوشنز خلاص بقوا على اتش اي اس بتاع لينك موجودين. النقطه الثانيه هي نقطه زي ما حضرتك تفضلت، الاي اي ايجنت. احنا عملنا اول اي اي ايجنت للدكاتره بمودريت السوشيال ميديا بتاعت الدكتور. يعني حضرتك النهارده مش محتاج ان كل صفحات السوشيال ميديا بنربط الاي اي ايجنت عليها، وبنعمل حاجتين. الحاجه الاولى، بيدخل الاي اي ايجنت يتعلم طريقه ردود حضرتك على الكومنتات اللي قبل كده وعلى المسجات اللي كانت بتيجي قبل كده، عشان يرد بنفس الطريقه بتاعتك بالظبط، بحيث ان هو النهارده ما حدش يحس اصلا ان هو ده اي اي اللي بيعمل. النقطه الثانيه، حضرتك بتدينا الكتب الطبيه. لو حضرتك حابب ان الاي اي ايجنت يرد كمان بشكل طبي كانه دكتور، بتدينا الكتب الطبيه اللي حضرتك درستها بندرسها له عشان خاطر هو يطلع يرد طبيا كمان. احنا عملنا الموديل ده مع دكتور دعاء زكريا، كان اول طبعًا. حد. طبعا. هي دلوقتي الاي اي قادر على ان هو بيرد على 1500 كومنت، على 1500 مسج و5000 كومنت في اليوم الواحد. في اليوم الواحد. هو بيرد على، هي عندها صفحتها عليها اكتر من 850,000، او لو حطينا بقيه الصفحات احنا بنتكلم في اكتر من فكرة مليون. انه يرد رد مش عاجبني، او ان هو يرد رد مش مناسب او كده يعني. احنا في اوبشن في الابلكيشن بنعمله، ان احنا بندي لحضرتك فكره الكنترول، ان انا عايز اشوف رده الاول قبل ما يطلع. بس دي احنا بنقول للدكتور ده هيطول المده. يعني انت النهارده لو حضرتك متعود ان الريسبونس ريت بتاعك على السوشيال ميديا وليكن انا برد على العيان في خلال ساعه، في خلال ساعتين مثلا، فده هيطول. ان انت حضرتك الاي اي ايجنت هيرد، حضرتك هيستناك مظبوط لما الابروفال. تابروف عليه. هو اكيد هيتعلم مني. هو بيتعلم طبعا. وكل حاجه حضرتك بتعدلها بيتعلمها تاني. يعني خلينا اقول لحضرتك مثلا، احنا كنا لما بدانا مع دكتور دعاء كانت عندنا حاجات بسيطه جدا اتعلمها هو. كان اصعب حاجه بتقابلنا حاجتين: الاسم اللي مش ظاهر، مثلا وردة الياسمين، اكونت باسم وردة الياسمين، هو مش عارف هو مش عارف ده راجل ولا ست، مش عارف مين ده. او الاسماء اللي تحتمل الفيميل وفيميل. رضا نور ده اسم راجل وست. فعلمنا الموديل ان هو في الحاجات اللي زي كده فيبقى كونزرفاتيف شويه، بيرد ان هو رد ينفع الراجل يقراه وينفع الفيميل تقراه. فده السولوشن الثاني اللي احنا شغالين عليه وعملناه. السولوشن الثالث ده احنا بنطوره تحت التطوير، واحنا داخلين دلوقتي في بايلوت كيس فيه بالاخص مع مجموعه رعايه الخبراء في السعوديه، اللي هو الاي اي كول سنتر ايجنت. ان حضرتك النهارده مش محتاج تعين كول سنتر تيم، هو الاي اي ايجنت هو هيرد على كل المكالمات دي. رائع. احنا بنعمل ده بايلوت فيز. طب ليه بايلوت فيز؟ لان احنا دلوقتي القطاع الطبي في السعوديه شويه. يعني ايه بايلوت فيز؟ يعني تجربه. احنا لسه بنجرب. طب ليه تجربه في الحته دي؟ القطاع الطبي في السعوديه شويه اوفر بيزد. ممكن تلاقي المستشفى عندها فوق ال 3000 وال 4000 ونص اوفر بيقدموه للمريض. فانا لازم الايجنت ده يتعلم، دي اسمها نوليدج بيز. فلازم نعلمه النوليدج بيز دي كلها الاول، والاوفرات مربوطه بتخصصات ومربوطه بخدمات. والاوفرز ممكن تتغير مع الدكتور. يعني انا عندي 2 دكاتره في الدكتور اسنان و2 دكاتره اسنان مثلا، ده ممكن يكون ليه اوفرز بيشتغل بيها وده ليه اوفرز بيشتغل بيها. فده واخد مننا وقت، لان انا بعلم الايجنت ده كله عشان ما يتلخبطش، لان لو وانس ان معلومه طلعت للمريض المستشفى اصبحت ملزمه بيه. فده احنا شغالين معاهم من شهر 12 اللي فات. علمنا الموديل دلوقتي 3000 ونص اوفر مربوط بسيرفيسز، مربوط بسبيشاليتي، مربوط بدكتورز.
ولسه بنطور فيه، احنا في مرحله التطوير فيه. حلو. فدول الثري حلو. سولوشنز احنا حلو. شغالين عليهم. حلو جدا، بالتوفيق بالتوفيق. شكرا جدا لحضرتك. انا خلصت اسئلتي وازعجتك لا خالص وطولت عليك. لا خالص. وطولت عليكم، ولكن كان الحقيقه الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده كلها موضوعات بتدور في اذهان كثير من الاطباء. اتمنى تكون الحلقه النهارده فيها رد على كتير من الاسئله اللي كانت بتدور في اذهانكم. كل سنه وانتم طيبين، ونلقاكم على خير ان شاء الله.